حبايبنا طلاب ثالثه ثانوي، اهلا بيك يا صاحبي في حل الامتحان الشامل. الصراحه انا بعتبر الفيديو ده هو مش حل امتحان، انا بعتبر الفيديو ده هو مراجعه على شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 3. زي ما احنا متفقين مع بعض ان طول ما انا ماشي في المودرن فيزيكس انا بديك كل اسبوع تاسك. التاسك ده بيكون على ايه؟ بيكون على الالكتريستي، بيكون من شابتر 1 لشابتر 4. اديك بقى امتحان على شابتر 1، اديك امتحان على الالكتريستي كلها، اخليك تراجع لي جزء معين، دي بتاعتي انا. تمام. فالتاسك بتاع الاسبوع ده كان ان احنا مع بعض هنحل الامتحان الشامل. انا عايزك تتعامل ان ده فيديو ورك شوب، 46 سؤال مهمين، 46 سؤال عايزين نعرف ازاي بفكر فيهم. فمش عايز الناس اللي حلت الامتحان تقول ايه ده انا حليت السؤال ده صح فمش هشوف الحل بتاعه وادخل على التاني. لا، انا عايزك تحل كل الاسئله عشان تعرف انا ازاي بفكر في الامتحان لما يجيب لي اكتر من شابتر مع بعض. تمام؟ صلي على النبي. دي كده النقطه الاولانيه اللي كنت عايز اقولها. النقطه الثانيه، الناس اللي ما نزلتش تمتحن في السنتر، يا جماعه والله العظيم دي كارثه. حضرتك انا عارف ان انت والله العظيم بتمتحن في البيت، وعارف ان انت يا مستر ابعت لي الامتحان وانا همتحنه، انا مصدقك والله. هقول لك موقف سريع. عندي طالبه جابت 29 من 60 لما نزلت امتحنت الامتحان ده في السنتر. طالبه عادي جدا وطالبه شاطره وطالبه متفوقه وطالبه بتذاكر، جابت 29 من 60. راحت حلت الامتحان تاني لوحدها، والله ما نقصتش غير 4 درجات. في فرق ما بين الظروف اللي في اللجنه وفي فرق بين الظروف اللي في البيت. حضرتك اخر السنه انت بتمتحن في لجنه مش بتمتحن في بيت، فحضرتك الدرجه اللي انت بتجيبها في البيت دي حاجه، والدرجه اللي انت هتجيبها لما تنزل تمتحن سنتر دي حاجه تانية. ما ينفعش يبقى اول تعارف ليك بينك وبين اللجنه في امتحان اخر السنه. لازم كل شهر لما انزلك تمتحن في السنتر لازم تنزل تمتحن، لازم تعود نفسك على اجواء اللجنه، تعود نفسك على اجواء الوقت، تعود ان جنبك هيبقى فيه دوشه، تعود ان ممكن اللي جنبك يقعد يكلمك هو السؤال الاولاني كام، هو السؤال الثاني كام، تبقى مسيستم نفسك على الطريقه دي، مش ان انا قاعد بحل في البيت على السرير او على الكنبه. انت اخر السنه مش هتعمل كده، خلاص؟ فبعد اذنكم الامتحان اللي جاي طلبه كتير عايزها ان هي تنزل تمتحن في السنتر، ما تمتحنش في البيت. ايا كانت الدرجه بتاعتك، حتى لو مش مذاكر، ايا كان الظروف، لازم تنزل تمتحن في البيت. تعالى بقى مع بعض نبدا دلوقتي حل الامتحان الشامل كده سؤال سؤال مع بعض، نفهم بنحله ازاي وبنفكر فيه ازاي. صلى على النبي كده. بص يا سيدي، اول حاجه احنا هنفكر ازاي في الامتحان. انت اول لما تدخل انت دلوقتي عندك 3 شباتر، فانا مش عارف كل سؤال من انهي شابتر، فانا اول حاجه هحددها ده شابتر كام. بعد ما احدد ده شابتر كام هحدد ده انهي جزء في الشابتر. لو عرفت اعمل كده، احنا في المعسكر اللي فات واخدين على كل جزء كل الافكار بتاعته، فانا لو عرفت احدد ده انهي جزء في الشابتر او لا اقول شابتر كام وانهي جزء في الشابتر هعرف احل السؤال. تعالى هنا بيقول لك اكويل، خلينا نجيب بس القلم. يلا. A coil of 100 turn 100 لف. طيب each of area 20. ماشي تمام كده. انا مبدئيا مش شابتر 1، خلاص انا اكيد لا اما شابتر 2 لا اما 3. affected by changing in flux density، يعني في تشينج في الفلكس. لا ده في الفلكس density يعني تشينج في الايه؟ في البي. تمام. as shown in the graph calculate the ايه؟ خد بالك بقى فين الهايلايتر؟ ده مش الهايلايتر، ماشي ما علينا. كالكوليت هنا بيقول لك كالكوليت الانديوزد ده يبقى انا شابتر كام؟ اكيد يبقى انا شابتر 3. حلو قوي. ده انهي جزء في شابتر 3 دي؟ اكيد قانون فاراداي العادي، عندك تشينج في البي وبيقول لك انديوزد. طب ما انا عارف ان قانون فاراداي كان بيقول لي ان الاي ام اف بتساوي نيجاتيف ان دلتا بي في ايه في ساين ثيتا على دلتا تي. مستر قول لي هو انت ليه هنا؟ انا المفروض يا مستر انت محفظني لا اما دلتا بي لا اما دلتا ايه لا اما دلتا ساين، ليه اخترت الدلتا بي؟ طب بذمتك الواحد صايم والله، هل انت شايف ان ده سؤال يترد عليه؟ هو قال لك اللي تشينج فين؟ في البي، يبقى انا اكيد احط اللي تشينج فين؟ في البي. ده حتى هنا ما صعبش السؤال. عارف هيبقى صعب امتى؟ لو ما قالكش اللي تشينج في ايه وسابك انت تستنتج من السؤال. لا ده هو قال لك صراحه اللي تشينج في الايه؟ في البي. ادي اول سؤال. طيب يعني يا مستر انا هفك دي كده بي 2 ماينس بي 1. حلو قوي الكلام ده. مستر عندي سؤال تاني. اسال. مش انت يا مستر قلت لنا فكك من 2 ماينس 1 وفكك من نيجاتيف؟ ليه في السؤال ده بالذات حطيتها؟ عشان انا متفق معاك اي سؤال جراف اعمل الصح. ايه هو الصح؟ حط النيجاتيف واعمل 2 ماينس 1. كده المساله بقت ايه؟ بسيطه. لان هو بيقول لك during the interval بي سي. تعالى يا حبيب قلبي، يبقى الاي ام اف بتساوي نيجاتيف ان. الان بكام؟ ب 100. تعالى دلتا بي، خد بالك دلتا بي بتاعت ايه؟ بتاعت بي سي. فين بي سي؟ دي كده الستارت، دي كده الانيشال يعني دي كده 1، دي كده الفاينل يعني دي كده 2.
خلاص، فانا هعمل B2 ماينس B1 يعني 0.3 ماينس 0.2 اهو. ده كده الدلتا بي بتاعتك. صعبه؟ مش صعبه. الاريا 20. صلوا بقى على النبي، هل انا بشتغل بالسنتيمتر سكوير؟ لا، واحده واحده. انت من السنتيمتر للمتر ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. طب سنتيمتر سكوير لمتر سكوير 10 نيجاتيف 4. تمام. طيب بالنسبه لساين ثيتا انا دايما متفق معاك على حاجه، لو اللي تشينج اللي عندك في البي او في الاريا دايما الساين هتبقى 90. هو هنا حتى ما جابش سيري بارل ولا اي حاجه، هتبقى ساين كام؟ ساين 90. على التايم انترفال بتاع مين؟ من بي لسي. خد بالك بقى 8 دي هي بتتقاس من الزيرو، لا انت عايز من اول هنا، من اول بي لحد سي، دول كام ثانيه؟ من 4 ل 8 كام؟ بص، من 4 ل 5 ادي ثانيه، من 5 ل 6 ادي 2، من 6 ل 7 ادي 3، من 7 ل 8 ادي ايه؟ ادي 4. بس تاخد بالك بقى وانت بتحل اي سؤال، خد بالك من على الاكسس، هل في هنا لعب في اليونت؟ هتبص هتلاقي فعلا التايم بالايه؟ بالملي سكند. دايما في اي سؤال جراف اول حاجه تتاكد منها هل الجراف لعب في اليونت؟ تبص على الاكس اكسس والواي اكسس. الواي اكسس لا، البي بالتسلا، بس الاكس اكسس مش بالملي سكند، فهتضرب هنا في كام؟ في 10 نيجاتيف 3. بس كده. يلا نكتب. امسك، خد بالك وانا بحل دلوقتي امسك الكالكليتر واحسب معايا. ساعات والله العظيم في ناس ما بتعرفش تعوض على الكالكليتر. انت متخيل ان ممكن تكتب كل ده وتشتغل صح، بس تيجي هنا ما تعرفش تعوض؟ فبعد اذنك اشتغل، امسك الكالكليتر معايا وعوض. يلا اهو. نيجاتيف 100 ملتبلاي 0.3 ماينس 0.2 ملتبلاي 20 في 10 نيجاتيف 4 ملتبلاي ساين 90 على التايم بكام؟ 4 ملتبلاي 10 نيجاتيف 3 تديني 5. بس طلعت نيجاتيف 5. فكك منها، هاخدها بوزيتيف عادي جدا. في اي مشاكل؟ تمام؟ تمام. حد عنده اي سؤال؟ جميل. طبعا لو كان عندي 5 ونيجاتيف 5 كنت اخترت نيجاتيف 5 خلاص، بس بسبب ان هو بيسالك على جابها لك يعني كلها بوزيتيف فانا خدتها 5 على طول. في مشاكل؟ جميل قوي لحد دلوقتي. تعالى هنا. بيقول لك from the data shown in the opposite figure. ده شابتر كام يا جماعه؟ ده ترانسفورمر، يبقى اكيد شابتر 3 اخر درس. حلو قوي. اول حاجه عايز التايب بتاع الترانسفورمر وعايز الترانسفورمر افشنسي. تعالى نبدا بالتايب بتاع الترانسفورمر. بص كده هنا، بص على عدد اللفات دي وبص على عدد اللفات دي. ده طبعا البرايمري عشان هو اللي متوصل بالسورس، وده السكندري عشان متوصل بالريزيستنس. كل ده احنا عارفينه. بص عدد اللفات هنا وعدد اللفات هنا، هتلاقي عدد اللفات هنا اكبر، واكيد لما عدد اللفات يزيد يعني الفولتج يزيد، يعني ده ستيب اب. طيب بعد كده عايز ايه؟ عايزك تحسب الافشنسي. طب حبيب قلبي مش انت متفق معايا ان الافشنسي هي باور السكندري على باور البرايمري؟ هو مديك باور السكندري جاهزه ب 240. تمام. عايزين بقى يا مستر باور البرايمري. طب بذمتك مش انا متفق معاك في الترانسفورمر الباور هو عباره عن ايه؟ وسيبك من الترانسفورمر يا عم، شابتر 1 الباور هو عباره عن ايه؟ عباره عن في اي. طب ما ادي الفي، ادي الفي وادي الاي، يعني هيبقى 100 في 3.2. بس كده انت جبت باور سكند على باور برايمري. اضرب بقى في 100 عشان هو عايزها ايه؟ عايزها برسنتج، تطلع 75%. يعني الاجابه تشويس ايه؟ تشويس سي. حد عنده مشاكل؟ تمام. لحد دلوقتي انا شايف ان الامتحان ما فيهوش اي فكره. لحد دلوقتي على فكره دي خطوات عاديه جدا، اسهل من المعاصر اللي بنحله واسهل من كل الورك شوبس والشيتات، والدنيا جميله مفيش اي مشكله لحد دلوقتي. تعالوا نروح لسؤال 3. واحده واحده بقى. السؤال ده لخبط ناس كتير يا جماعه، صلوا على النبي. باكد تاني. تعال اول نحدد مع بعض. ده ايه؟ انا عندي رد بيتحرك. طب يا مستر ما الرد ده قابلني مرتين، الفورس في شابتر 2 والفيلوسيتي في شابتر 3. ده اكيد مين؟ والله العظيم انا زهقت، انا بجد يا جماعه زهقت. يا ابني ما هو قايل لك فيلوسيتي حبيب قلبي، هو قايل فيلوسيتي يعني هو كاتب لك حرف الفي، يعني ده خلاص ده شابتر 3 واضحه قوي. خلاص تمام. واحده واحده بقى. عندك كام رد بيتحرك؟ عندي 2 يا مستر. تمام. يبقى عندي كام اي ام اف انديوزد؟ عندي 2 يا مستر. حلو قوي الكلام ده. هو بيسالني على ايه؟ بيسالني على الانديوزد كارنت. طيب واحده واحده بقى، صلي على النبي كده. انت متفق معايا ان الكارنت بيساوي اي ام اف على ار، صح ولا انا غلطان؟ ما اظنش حد عنده مشكله. حلو. الار ب 2 اوم اهي. انا مش عارف ايه الصعب. الاي ام اف بقى انت هنا عندك كام واحده؟ عندك 2. يعني هنا بي ال في وهنا 2 بي ال في، مش انت عارف الاي ام اف بتاعت الواير بي ال في؟ تمام.
طيب واحده واحده. تيجي نحسب دي ونحسب دي. تعالى نحسب دي. بي ال في، البي بكام؟ البي قال لك بي 0.3 في اللينس. اللينس قال لك بكام؟ 20 سم. الفيلوسيتي بكام؟ الفيلوسيتي ب 5. يلا احسبها دي كده. تطلع 0.3 فولت. تمام. نروح نحسب الثانيه نفس الحاجه بالظبط، بس بدل ما استخدم 5 لا هو هنا 2 في، يعني لو الفي الواحده ب 5 يبقى ال 2 في ب 10. نفس الحاجه ونفس البي، نفس اللينس، بس ملتبلاي 10، يبقى دي هتطلع 0.6 ايه فولت. تمام. انا بقى هنا يا مستر في الاي ام اف، هنا في الاي ام اف هعوض ب 0.3 ولا 0.6؟ ها جاوب انت بالله عليك يا اخي. لا تجاوب يا مستر. اجاوب ازاي؟ ما انا بتفرج على شاشه. يا عم بالله عليك جاوبني، ما انت قاعد لوحدك في البيت، قاعد لوحدك في الاوضه. جاوبني، هعوض ب 0.3 ولا ب 0.6؟ ها انا مستني اهو. رد. 0.3 ولا 0.6؟ ولا ده ولا ده. حضرتك معلش انا اسف، ايه هيخليك اصلا تختار بينهم؟ انت عندك الاثنين فلازم تستخدمهم الاثنين اهو. فانا كل الفكره بقى هعمل لهم بلس ولا هعمل لهم ماينس، هو ده السؤال. بس تبقى المساله خلصت. طيب واحده واحده. هعمل بلس او ماينس على اساس ايه؟ فاكر شابتر 1 لما كان عندي مالتيبل باتريز؟ مش كنت بشوف لو الكرنت بيزقوا مع بعض يبقى الباتري دي زي الباتري دي واعمل لهم بلس، بس لو الباتري دي بتزق عكس الباتري دي، يعني كده في واحده تشارج وواحده ديس تشارج، بعمل لهم ماينس. طب تعالى نجيب الدايركشن. بي ال في فيلوسيتي شابتر 3 ايدك الايه؟ اليمين اهي. ونزلت لك فيديو دايركشن موجود على القناه، ادخل شوف لو انت بالنسبه لك في مشكله في الدايركشن اهو. الفيلوسيتي يمين اللي هو الصباع ده، والبي والصباع الثاني اهو، فلاقي الكرنت الايه؟ لفوق اهو. تمام. هنا اهي البي كده، الفيلوسيتي كده، والبي لجوه، الكرنت الايه؟ لتحت. الغلطه فين بقى؟ الغلطه ان الناس بتقول لي ده عكس ده، فيروح عامل ماينس. كل اللي غلطوا في الامتحان غلطوا بسبب دي، مع ان والله العظيم مأكد عليها في المعسكر. حضرتك انا منبه عليك، انا مش بعمل بلس وماينس على حسب هم زي بعض ولا عكس بعض. امال ايه يا مستر؟ كمل الدايركشن بتاعهم، شوف بيكملوا بعض ولا بيعادوا بعض. بص كده، لو انا كملت ده رايح كده، لو كملت ده جاي كده، هتلاقي ان هو ماشي في ايه؟ ماشيين كلهم مع بعض في ايه؟ ماشيين في سيركل، محدش بيدخل في التاني. اكني بالظبط عامل لك كده، بص اكني عامل لك كده اهي. دي بتطلع كارنت ازاي؟ اهو زي دي. دي بتطلع كارنت ازاي؟ اهو. هل دول يا جماعه عكس بعض؟ لا، انا لازم اكمل الدايركشن واشوف. فلما كملت لقيتهم لا دول بيلفوا مع بعض، يبقى انا مش هعمل ماينس، انا هعمل بلس. 0.6 بلس 0.3 اللي هي 0.9 على 2 تطلع 0.45. يعني الاجابه تشويس ايه؟ تشويس بي. طيب فكره زي دي يا مستر صعبه ولا سهله؟ بص، لو انت اول مره تشوفها صعب، لانك هتقول ان هم عكس بعض فهتعمل ماينس. تمام. بس انت واخدها معايا في المعسكر نفس السؤال بالظبط بنفس الرسمه انا قايله لك في المعسكر، يبقى انت غلطان ليه؟ خلاص الناس ايه تثبت المعلومه دلوقتي. احنا بنراجع بنرفرش مع بعض كده كده. في الفاينل ريفيجن هنعمل كل حاجه، بس دلوقتي انا بدخلك فاينل ريفيجن وانت براجع. تمام. هنروح على سؤال 4 اهو. يلا اول حاجه احدد شابتر كام. A 50 turn coil has a diameter 15 cm. The coil is placed in a uniform magnetic field of magnitude 0.5 so that the face of the coil and the magnetic field are perpendicular. Find the magnitude. انا كده ما اعرفش انا شابتر كام. Find the magnitude of the EMF ايه؟ induced. خلاص انا كده شابتر 3. تمام. Find the magnitude of the EMF induced in the coil if the magnetic field is reduced to zero. طب ما ده قانون فاراداي برضه. عرفت منين يا مستر فاراداي؟ طب ما تصلي على النبي. هل ده داينامو؟ لا. هل ده ترانسفورمر؟ لا. هل ده موتور؟ لا. تمام. هل ده مثلا ايدي كارنت؟ لا طبعا. هل ده ميتشوال؟ ما جابش ان هم اثنين، ما جابش سيره ان هم اثنين. طب هل ده مثلا سيلف؟ لا ما قالكش ان هو سيلف. طب هل ده ستريت واير؟ لا. يبقى اكيد ناقص ايه يا جماعه؟ فاراداي. واصلا بقى لو انت مذاكر فهو بيقول لك ان البي كانت برقم، بعد كده ريديوسد تو زيرو، يعني اللي تشينج حصل في ايه؟ في البي. فلما اجي اقول ان الاي ام اف بتساوي دلتا بي، طبعا ان هنا الاول، دلتا بي A ساين سيتا على تي. محدش يقول لي مستر
هو انت ليه حطيت الدلتا مع البي؟ ليه ما حطيتهاش مع الايه؟ ليه ما حطيتهاش مع الساين؟ عشان البي كانت برقم، بعد كده قال لك ريديوسد تو زيرو. موضوع بسيط قوي. يلا نعوض. الان بكام؟ الان 50 ملتبلاي. مستر ليه ما حطيتش النيجاتيف؟ لا، الارقام كلها بوزيتيف وده مش جراف، يبقى اي حاجه ماينس اي حاجه، والرقم اللي يطلع لك لو طلع نيجاتيف خده بوزيتيف اللي احنا متعودين عليه. 50 في البي هي كانت ب 0.5 بعد كده بقت بزيرو، يبقى 0.5 ماينس 0. تمام. ساين كام؟ هو قال لك بليزد بيربنديكولار يعني ساين 90. ماشي. ملتبلاي الاريا اداك الدايمتر ب 15، يعني الراديوس بكام؟ ها حد عارف؟ حد عارف؟ 15 7.5 سنتيمتر. تمام؟ تمام. طيب فانا هعمل باي ار سكوير، مش الاريا بتساوي باي ار سكوير. تمام. فادي الباي الراديوس بكام؟ 7.5 ملتبلاي 10 نيجاتيف 2 اول سكوير على التي اللي هي 0.1. تعرف تحسب كده ولا لا؟ يلا بينا. امسك الكالكليتر معايا، بالله عليك ما تكسل، امسك الكالكليتر معايا. 50 ملتبلاي 0.5 ماينس 0 ملتبلاي ساين 90 ملتبلاي باي ملتبلاي 7.5 10 نيجاتيف 2 اول سكوير على 0.1. دي تديني 4.4 فولت. تمام. ده كده السؤال لحد دلوقتي قسما بالله الامتحان ما فيه اي حاجه. ولو انت مستني امتحان اخر السنه يجي اسهل من لحد اللحظه اللي احنا واقفين فيها دي، مستحيل. خلاص اتوتر بقى، ما تتوترش، دي مش بتاعتي، بس انا مش جاي اخدعك. لحد دلوقتي الامتحان ما فيهوش اي حاجه، والله العظيم ما يجي حاجه جنب الهوم ورك اللي احنا كنا بنحله. مساله عاديه جدا، ما فيهاش اي حاجه حرفيا. تمام. انا عايز اعلمك حاجه. انا خلاص حليت السؤال، ممكن امسح بعد اذنك؟ عايز اعلمك حاجه انت ليك. عادي، احنا قاعدين مع بعض بنتعلم، يعني احنا ورانا حاجه. بص يا سيدي، لو اداني الراديوس احسب الاريا ازاي، ولو اداني الدايمتر احسب الاريا ازاي. بس ده كل اللي انا عايز اتعلمه النهارده. صلي على النبي. لو اداك الراديوس وقال لك احسب الاريا اعمل باي ار سكوير، ده اللي احنا لسه عاملينه. طيب لو اداني الدايمتر اعمل باي على 4 دايمتر سكوير. بس كده يا مستر؟ اه والله العظيم بس كده. يبقى انا هنا ما كانش عادي، كان ممكن اشتغل بال 15 بس كنت هعمل باي على ايه؟ باي على 4. ليه انا عملت الطريقه دي؟ عادي يا جماعه، عشان ساعات بيديك الدايمتر مش يديك الراديوس، فانت كواحد فاهم وواحد بيحل كتير مش شرط تحول الراديوس لدايمتر. لو اداك الراديوس باي ار سكوير، لو اداك الدايمتر باي على 4 دايمتر سكوير. لا يا مستر انا هتلخبط، خلاص انا اسف، خد الدايمتر عادي. لو الدايمتر مثلا ب 10 ب 20 اقسمه على 2 يبقى الراديوس ب 10. بس خلاص انا اسف، ولكن دي معلومه انا قلتها للناس اللي هي حابه ايه تحل اسرع بطريقه احسن، بس مش اكتر. تعال 5. The following figures represent the flow of electric charge in 4 conductors in equal time. Which conductor carry higher current؟ طيب صلوا على النبي يا جماعه. بص يا سيدي، خد مني المعلومه دي عشان دي مهمه قوي. هيجيب لك كوندكتور بالمنظر ده اهو، ده سؤال انا ممكن اتعلم منه بقى واحده واحده. بص يا سيدي، اولا امتى الكيو تكنسل بعض؟ يعني انا دلوقتي لو عملت كيو كده بالبوزيتيف رايحه كده، وكيو كده بالنيجاتيف رايحه كده، هل دول يكنسلوا بعض؟ الاجابه لا. بص يا سيدي، عشان ما تلخبطش نفسك في حوار اكنسل ولا ما كنسلش، انا هقول لك طريقه حلوه جدا. اول حاجه ثبت الساين. يعني ايه ثبت الساين يا مستر؟ يعني ما ينفعش هنا مثلا تشتغل على حاجات نيجاتيف وحاجات بوزيتيف، حاجات نيجاتيف وحاجات بوزيتيف، لا، ثبت الساين. يعني عايزهم كلهم بوزيتيف. طب اعملها ازاي يا مستر؟ عادي النيجاتيف لو عايزه بوزيتيف اعكسه، مش اكتر من كده. تمام؟ طيب انا يا مستر ثبت كله بوزيتيف، تمام كده بقى خلاص. لو الاثنين في نفس الدايركشن اجمعهم، لو عكس بعض كنسلهم. يعني دي مثلا بوزيتيف كيو نيجاتيف كيو، هعمل ايه؟ اول حاجه اشيل النيجاتيف ده خليه بوزيتيف، فساعتها الدايركشن ماله؟ هيتعكس. كده بقى كيو وكيو الاثنين في نفس الدايركشن، يبقى السميشن كام؟ 2 كيو. خلاص؟ تمام. تعالى هنا، يلا هل ينفع اشتغل؟ لا، النيجاتيف 2 دي هخليها 2 بس مقابلها هعمل ايه؟ هعكس الدايركشن، يبقى 2 كيو وكيو الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى 3 كيو.
طيب هنا اهو بص بقى، هنا بوزيتيف كيو مين؟ بوزيتيف كيو شمال عكس بعض والاثنين بوزيتيف يكنسلوا بعض. هنا اصلا مش هيكون في كيو، يعني هنا كده الكيو بكام؟ بزيرو. تعالى هنا النيجاتيف كيو دي هعمل فيها ايه؟ هخليها كيو، فمقابلها الدايركشن هيحصل له ايه؟ هيروح الناحيه الثانيه. كده انت عندك كيو كده و2 كيو كده، يبقى ماينس ولا بلس؟ اكيد ماينس، يديك كيو واحده. ماشي. هنا 2 كيو و2 كيو في نفس الاتجاه، يبقى هجمع 4 كيو. خلاص؟ يبقى دلوقتي لما يسالني مين عنده كرنت اعلى، طب ما انا عارف ان الكرنت بيساوي كيو على التي، يبقى اكيد اللي عنده كيو اعلى عنده اي ايه؟ اعلى، يبقى الاجابه تشويس ايه؟ على فكره كلكم حليتوا السؤال ده صح في الامتحان. مليون في المية. عادي، اكيد شفت كيو وكيو ده اكبر فاخترت ده. بس انا في السؤال ده بعلمك ايه بقى؟ بعلمك امتى بعمل بلس وامتى بعمل ماينس. معلش اصل انا ممكن اعمل لك دي كده. بص اهو بالمنظر ده كده، يلا حل. عارف ساعتها هعمل ايه؟ لو دي نيجاتيف 3 كيو انا هخليها بوزيتيف، بس مقابلها هعكس الايه؟ الدايركشن. ما انا مش هينفع اخليها بوزيتيف وامشي، هخليها بوزيتيف عشان بعكس الدايركشن. كده 3 كيو ماينس 2 كيو يديك كيو واحده. ساعتها كانت هتبقى اكبر واحده مين؟ دي. انا سهلتها لك، جبت لك الاثنين في نفس الاتجاه. فهمت امتى بعمل بلس وامتى ماينس لما يجيب لك كوندكتور في كيو ماشيه في تشارج ماشيه بالمنظر ده، عشان هيقابلنا تاني في الفاينل ريفيجن. تمام. تبقى الاجابه تشويس ايه؟ هل ده سؤال بقى اقول عليه ان هو صعب؟ هي بص لو جبته لك كده صعب، وهقول لك ماشي تستنى انك تغلط فيه، ولكن انا جايبه لك 2 كيو و2 كيو في نفس الاتجاه، ما باين قوي ان ده على واحد يعني. فانا الصراحه مش هقول ان ده صعب، لا عادي. فهمت الفكره؟ ماشي. هنا سؤال 6. بص انا اول ما قريت كلمه برايمري دي انا مليون في الميه، ولقيت جيفنز كتير، فاكيد ده ميوتشوال اندكشن. طب انت مش مصدقني؟ تعالى يا عم. عايز ايه في الاخر؟ كالكليت ذا ميوتشوال اندكشن، بس خلاص. يعني انا لو مش عارف ده شابتر كام، خلاص ده شابتر 3. انهي درس؟ يا ابني انهي درس ايه؟ هو قال لك احسب لي ميوتشوال، هو قال لك ان هو ميوتشوال، هو قال لك ان هو ميوتشوال، فخلاص ميوتشوال اندكشن. تمام. ذا ميوتشوال اندكتنس بتوين ذا كويلز، اللي هي بتتقاس بالهنري، اللي هي الام يعني. طيب الام كان قانونها ايه؟ كان قانونها ميو ان 1 ان 2 اريا 2 على لينس 1 لو كان البرايمري عباره عن سيلينويد، او 2 راديوس 1 لو كان البرايمري عباره عن ايه؟ عباره عن كويل. طيب a primary coil wound on an iron core with a magnetic permeability of 0.02. طيب has a length of 15 600 turn، يعني ده كده N1 and carry an electric current of intensity 6 امبير. طيب a secondary coil consists of 300 turn، يبقى دي كده N2 and a diameter of 1.75، يبقى انا كده هعرف اجيب area 2. surround the primary coil upon opening the circuit of the primary coil the current decay through 0.02 second. طيب calculate the mutual induction coefficient. على فكره انا معايا كل حاجه، تعالى بص كده. والله العظيم في بنت في السنتر هي كده عارفه نفسها مليون في الميه. تعالى اقول لك اللي حصل معاها ايه. بص يا سيدي، البنت بتعمل ايه؟ البنت بتحسب عادي جدا اهو، الام بتساوي الميو بكام؟ ب 0.02، ان1 بكام؟ 600، ان2 بكام؟ 300. الاريا مش هو مديك دايمتر؟ تعال نشتغل زي ما انا لسه قايل، باي على 4 دايمتر سكوير، يعني 1.75 ملتبلاي 10 نيجاتيف 2 سكوير. طب مش عايز اشتغل كده، لا خلاص ايه، خد ال 1.75 دي بقى اقسمها على الاثنين، هات الريديوس وعوض مكانه هنا وحط الباي عادي. التايم بكام؟ او اسف على لينس 1 ولا 2 ريديوس 1؟ لا الاولاني ده سيلينويد، هو اداك اللينس بتاعه 15 اهو 10 نيجاتيف 2. بصوا بقى البنت عملت ايه؟ البنت عملت كده، تعالى كده نحسب اهو. اهو البنت عملت كده، طلع لها ايه؟ طلع لها 0.57726، طلع لها كده. قعدت تدور على ده في الاختيارات مش لاقياه، وعماله تعيد السؤال مره 2 3 و4. والفكره ان انا رحت ما بصيتش على حلها، انا قلت اكيد في سؤال في حاجه غلط. هتلاقي يا جماعه ايه؟ من كتر التوتر بتاع الامتحان، وهو ده الفرق ما بين انك تمتحن في البيت وتنزل تمتحن في السنتر. من كتر التوتر بتاعت الامتحان يعني مش عارفه ان 0.577 هي 0.58، مش عارفه تعمل ابروكسيميشن. مش عشان هي مش عارفه، لا، عشان توتر اللجنه. اول مره تنزل تمتحن في لجنه، تخيل اول مره بعد قد ايه؟ بعد 6 شهور في ثانويه عامه مره تنزل تمتحن في لجنه، ده عيب الاونلاين.
عشان كده بقول لك لما بعمل لك حاجه اونلاين عادي خد مع مدرسين اونلاين بس انزل امتحن سنتر. طب مستر المدرس بتاعي باخد معاه اونلاين بس مش موفر لي امتحانات في السنتر، مفيش مشكله، شوف مدرس تاني، مش تاخد معاه لا، شوف مدرس تاني يكون عمل امتحان شهر في السنتر انزل امتحنه، بس مجرد امتحن في السنتر وارجع كمل مع مدرسك عادي، ما هو نفس المنهج يا ابني. تمام خلاص. هل ده سؤال صعب؟ صعب يا ابني، ده انا مديك كل حاجه، ده انا حتى قلت لك مين برايمري ومين سكندري، انت مجرد هتعوض. مش عارف ماشي. 7 هنا the opposite figure represent a straight wire of length L perpendicular to the plane of the page under the effect of a uniform magnetic field. يعني ده واير بيتحرك بفيلوسيتي في الاتجاه ده، اداك الاتجاه بتاع الفيلوسيتي واداك اتجاه البي وعايز الدايركشن بتاع الانديوسد كارنت. طب ده اكيد ستريت واير شابتر 3 عايز الدايركشن يعني فليمنج رايت هاند رول. طيب واحده واحده. اولا عايز دايركشن الكارنت، انا متفق معاك على ايه؟ قلت لك معاك الدايركشن في الفيزيكس هي عباره عن 3 حاجات، يمين وشمال ده باكج، فوق وتحت ده باكج، اكس ودوت ده باكج، صح كده؟ وقلت لك ان انا عندي كام حرف؟ 3 حروف، حرف الفي وحرف البي وحرف الاي. قلت لك ان كل حرف فيهم بياخد باكج لوحده، بمعنى مثلا دلوقتي البي رايحه يمين صح؟ يعني البي خدت الباكج ده، مستحيل الكرنت او الفيلوسيتي يكون يمين او شمال، لازم يكون حاجه من الاثنين التانيين. مستر ده من غير ايدي من غير اي حاجه؟ من غير ايدك من غير اي حاجه. ليه؟ لان انت عارف ان هم لازم يكونوا بص بيربنديكولار على بعض، عاملين 90 على بعض. فبالتالي ازاي هيعملوا 90 على بعض وانت بتقول لي مثلا البي يمين والكرنت يمين؟ طب ما كده بارلل كده ماشيين مع بعض. خلاص؟ طيب فالبي خدت الباكج ده، حلو قوي الكلام ده. الفي مثلا كانت مرسومه فوق مثلا يبقى اكيد الاي ايه او ايه؟ لا اما اكس لا اما دوت. يبقى انا لما ادخل على السؤال ده هو عايز دايركشن الكرنت، البي اصلا يمين صح؟ فما ينفعش ولا يمين ولا شمال من غير ما اعمل ايدي من غير ما اعمل اي حاجه. فالناس اصلا اللي اختارت دول فداك يا عم فداك، بس اتعلم من السؤال يا حبيب قلبي اتعلم. ما اصل يا جماعه والله العظيم مش هعرف اعمل اكتر من كده، ما انت لازم تتعب معايا. يعني انت الدنيا كانت بالنسبه لك بايظه، عملت لك معسكر قعدت 9 ايام بشرح لك، هعمل لك اكتر من كده؟ طيب المعسكر حتى موجود دلوقتي اونلاين لو حد عايز يرجع يشوفه، هعمل ايه اكتر من كده؟ انت فاهمني؟ طيب perpendicular to the page outside ولا inside؟ همسك ايدي اهو، الفيلوسيتي اهي بص منيمها على الواير اهو، منيمها على الواير، والبي اهي، فدي بنقول ان هي انتو يعني، بس تبقى الاجابه انسايد ذا بيج. الناس بقى يا جماعه وهي بتشتغل في الورقه شفتها في الامتحان بتعمل ايه؟ الورقه مثلا بص، الورقه مثلا اهي، الورقه اهي، هما بيشتغلوا هنا مثلا. مستر انا مش فاهم قصدك لحد دلوقتي. مش الورقه اهي، خدت بالك انا اشتغلت ازاي على البورد؟ نيمت ايدي على البورد اهي، نيمت ايدي على البورد، انت كمان نايم ايدك على الورقه، ما تشتغليش كده ولا كده، الورقه اهي، انت بتنيم ايدك على الورقه، بتحل على الورقه. انت فاهم قصدي؟ يعني لازم الثلاث صوابع دول يبقوا جوه الورقه، مش مثلا تبقى الورقه اهي وانت قاعد بتجرب هنا على يمينك، لا انت انا بجرب على الورقه بتاعتي، بنيم صباعي على السؤال بتاعي. تمام؟ ماشي. هنا the following figure show 4 straight wire that are moving in a perpendicular direction to a uniform magnetic field from position 1 to position 2. طيب مين في دول هيبقى عنده الماكسيمم انديوزد الكتروموتيف فورس؟ طب ده ستريت واير، يعني الاي ام اف انديوزد هي بتساوي بي ال في. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم اللينس كل ما كان اكبر كل ما الاي ام اف تكون اكبر، يبقى انا هستبعد دي واستبعد دي. ماشي. يبقى معايا ده وده، ايه الفرق بينهم؟ نفس الطول بس المسافه بتاعت اللي ده هيمشيها لو سميتها x1 والمسافه اللي ده هيمشيها لو سميتها x2، لا باين قوي ان x1 اعلى من ايه؟ من x2، المسافه بتاعت ده اعلى من ده. طب يستر يعني المسافه اللي انا مشيتها دي بقى ايه علاقتها بالاي ام اف؟ دايركت ولا انفيرس؟ هو ده السؤال حبيب قلبي. هي مش الفيلوسيتي دي ممكن افكها ديستانس على التايم؟ يعني كل ما امشي مسافه اكتر هيكون عندي اي ام اف ايه؟ اكتر، تبقى الاجابه تشويس ايه؟ تشويس سي. طيب ده صعب ولا سهل؟ والله العظيم كوبي بيست من المعاصر، هو خدته حطيته في الامتحان كوبي بيست. يبقى انت حضرتك ازاي تحل معايا واجب؟ يعني ازاي بتحل واجب الدرس اللي هو المعاصر يجي لك يعني معلش طب انت ازاي حليت ده في الواجب؟ ما لو انت غلطت في ده حليته ازاي في الواجب؟ هي دي الفكره بقى. كده يبقى في كارثه يا جماعه. انت برضه انت بص انت مكبر الموضوع قوي يا مستر، ده انت اوفر يا مستر. يا عم اعتبرني اوفر.
اعتبرني اوفر يا عم. اقول لك حاجه في الفيديو، ما تكملش الفيديو، ما تكملش الفيديو. اصل انت اقول لك إيه، انت مش عاجبك ما تكملش الفيديو، ما تقرفنيش انا بقى. اللهم اني سؤال. هنا the opposite graph shows a relation between the magnetic flux through one turn of 3 solenoid and the current I passing through them. The relation between the self-inductance of the 3 coil بكام؟ ماشي. كده انا عايز رول يكون بيربط الفلكس بالاي بالال سيلف. خدت بالك؟ فلكس عندك قوانين كتير قوي، شابتر 2 شابتر 3. بلاش افكر كده. الكرنت عندك قوانين شابتر 1 وشابتر 2 شابتر 3، فلو فكرت فيهم هتبوظ منك السؤال، لانك اصل هختار مين؟ ده في مليون قانون. يعني فكر في دي بقى، فكر في دي. ال سيلف ما كانتش موجوده غير في 3 قوانين. تعالى اكتبهم لك عشان اوريهم لك. اول حاجه ان الاي ام اف بتساوي ال دلتا اي على دلتا تي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش ده اللي هستخدمه عشان الفلكس مش موجوده. تمام. طب تاني قانون ان ال بتساوي ميو ان سكوير اريا على لينس او 2 راديوس. طب هل ده فيه فلكس؟ لا. ها، مش ناقص غير سؤال، غير قانون واحد بس في قانون في قوانين ال سيلف، وهي ان ال دلتا اي بتساوي ان دلتا فاي. هو قال لك كلهم 1 تيرن، فبالتالي دي مش هتفرق معايا في المقارنه فهمسحها. يبقى ال دلتا اي بيساوي دلتا ايه؟ دلتا فاي، او قانون بيربطهم ببعض. لو وديت الدلتا اي هناك بالديفايدد فبقت كده، عشان اخلي ال في ناحيه لوحدها كده. ال دايركت مع الدلتا فاي على دلتا تي ولا لا؟ طب ما الدلتا فاي على دلتا تي دي اللي هي السلوب، لو قسمت الواي على الاكس يديك دلتا فاي على دلتا تي. يبقى كده اللي عنده سلوب اكتر هيكون عنده ال ايه؟ اكتر، يعني 1 2 3 بس. طيب مستر، هل ده سؤال صعب؟ بص الصراحه هو مش صعب لو انت فكرت بنفس الاستراتيجيه دي، ولكن انت لسه ما حلتش كتير طبعا امتحانات شامله، لسه ما تعرضتش لكم الامتحانات الشامله اللي هتعرض له فاينل ريفيجن. فماشي، انا ممكن اقول لك ان سؤال 9 ماشي ممكن تغلط فيه عادي. تمام. دلوقتي هنعمل ايه؟ بنحلل الامتحان مع بعض، ايه ممكن اغلط فيه وايه لا. المفروض لو انت مذاكر، دلوقتي بتكلم على طالب مذاكر وحالل، سؤال 9 ماشي مفيش مشكله. طيب يبقى احنا عايزين نكتب ايه؟ عايزين نكتب هنا بس الاسئله. ماشي، كتبنا سؤال 9 تمام، عشان في اخر الامتحان شوف انت المفروض تجيب كام. تعال وخد بالك، هو ده مش صعب يعني، برده مش اللي هو ايه، مش اللي هو لا ده انا اغلط فيه عادي، لا انت عادي، انت لو مذاكر كويس قوي ما هو طبيعي هيجي لك في الامتحان حاجه زي كده. وانا في امتحان اخر السنه يعني هديك اسئله انت مبصمجها؟ لا، ما طبيعي هجيب لك اسئله زي دي عادي. ماشي. 10 The opposite electric circuit what is the value of I3. طيب باين قوي ان ده كيرشوف، تمام حلو قوي. انهي واحده في كيرشوف بقى يا مستر؟ انت متفق معايا ان كيرشوف اكتر من فكره. هل دي فكره الار ايكويفالنت؟ لا. هل ده بوتنشال بين نقطتين؟ هل هو طالبها؟ لا. هل ده بوتنشال بالنقطه؟ هو طالب بوتنشال بالنقطه؟ لا. هل مثلا يا مستر ده 3 ايكويشن في 3 انون؟ ما هو مديك كل حاجه اهو. ما انا قايل لك امتى 3 ايكويشن في 3 انون؟ لو مديك كل حاجه، مديك كل الار ومديك كل الفي، مفيش ولا واحده فيهم انون. بص هنا، ده مديني كل حاجه، يبقى يلا بينا. اول حاجه نعمل كي سي ال هنا. مبدئيا دي اي 1 يعني راجعه كده بظهرها اهي، ودي اي 2 يعني راجعه كده بظهرها اهي. فكده لو عملت كي سي ال اي 3 ده اللي داخل بيساوي اللي خارج، يعني اي 1 بلس اي 2. تمام. مستر يلا بقى ودي لي دول بالماينس. لا مش هعمل كده، عارف ليه؟ لان انا لما كملت المساله وخدت دي لوب، تعالى كده ناخدها مع بعض. انا هبدا من النقطه دي وابدا الف. اول حاجه خبطت فيها الريزيستنس بتتكتب من غير صاحبها؟ لا. يبقى 8 اي 2. كمل 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 كمل، خبطت في نيجاتيف الستة. كمل 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 كمل، خبطت في نيجاتيف الأربعة. كمل كمل كمل، وصلت للنقطة يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 0. هتلاقي عنوان واحد بس اللي هو ايه؟ اي 2 يطلع لك 10 على 8 امبير. تمام. هعيد نفس الكلام هنا تاني. هبدأ من النقطة دي، يلا أول حاجة خبطت فيها نيجاتيف 8.
كمل 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 كمل، نيجاتيف 4. كمل 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 10. مين صاحبها؟ الاي 1. يبقى بلس 10 اي 1 ايكوال كام؟ ايكوال 0. من هنا تطلع لك اي 1 بكام؟ 12 على 10 ايه؟ امبير. طب انت لو معاك اي 1 ومعاك اي 2 مش هتعرف تعوض هنا وتجيب اي 3؟ ما هي اي 3 عباره عن مجموع اي 1 بلس اي 2، تجمع ده زائد ده. .45. سؤال عادي جدا ما فيهوش اي حاجه والله العظيم ولا اي حاجه. انت هتحل 3 ايكويشن، هتلاقي وانت بتحل 3 ايكويشن هتلاقي نفسك وانت بتعمل دي طلعت اي 2، وانت بتعمل دي طلعت اي 1. تمام. عارف ليه هنا بقى حضرتك لما جيت عملت ايكويشن طلع لك قانون واحد بس؟ لان هو كان يفترض هنا كده في البرانش ده يحط لك ريزيستنس. ليه؟ عشان الريزيستنس تتضرب في اي 3، فيبقى عندك في كل ايكويشن كام انون؟ 2 انون. ساعتها لازم مود 5 3 على الكالكليتر وتخلي دول في ناحيه لوحدها وتحلها بالطريقه اللي احنا متعودين عليها. ولكن هنا مفيش ريزيستنات اصلا، فبالتالي الاي اللي ماشيه هنا دي بس اللي هستخدمها. لان امتى الاي بتظهر معاك في الايكويشن؟ الاي بتظهر لما تضربها في ريزيستنس، صح؟ تمام. فلو بصيت على الريزيستنس هتلاقي مفيش غير ريزيستنس واحده اللي هي بتاعت اي 1، يبقى كده هيظهر لي اي 1 بس. ماشي. هنا the figure below show 4 different sets of wires that cross each other without actually touching. ماشي. without actually touching. The magnitude of the current is the same in all the 4 cases. كلهم نفس الاي. حلو قوي. and the direction of the current flow are indicated. مديك الدايركشن بتاع كل واير. مين في دول المagnetic field at the center of the square formed by the wire B0. يعني مين في دول النقطة بتاعته هتبقى نيوترال بوينت. يبقى أنا بمنتهى البساطة أنا عايز كل وايرين يعملوا نيوترال بوينت. ده إمتى يحصل؟ لو كانوا الاثنين في نفس الدايركشن، ساعتها النقطة اللي ما بينهم تكون نيوترال بوينت. يبقى أنا عايز اثنين في نفس الدايركشن يعملوا نيوترال بوينت، فده يتكنسل وده يتكنسل، واثنين تانيين في نفس الدايركشن يعملوا نيوترال بوينت ونيوترال بوينت فيكنسلوا بعض. فلو بصيت هتلاقي طبعا الإجابة سي. ليه؟ ده وده يبقى النقطة بتاعتهم نيوترال بوينت ولا لأ؟ فده هيكنسل ده. واللي فوق وده الاثنين برضه نفس الدايركشن في دي نيوترال بوينت، فده هيكنسل ده، ففي الآخر سي دي هتكون زيرو. بس. تمام. ماشي. هنا بيقول لك الدايركشن عمل ازاي؟ حبيب قلبي فاكر لما انا كنت بشرح فيديو الدايركشن وقلت لك لو ده دايركشن مثلا كرنت لفوق بالمنظر ده، ادي الصمب اهو، يبقى الاربع صوابع هنا، يبقى هنا اكس وهنا دوت. فاكر بقى اصلا انا قبل ما اقول لك اكس ودوت دي قلت لك ايه؟ قلت لك هي دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن دواير ضيقه حوالين الواير، بس كل الفكره انا عايز اعرف انا داخل منين وطالع منين، فالحته اللي داخل منها بديها اكس والحته اللي طالع منها بديها دوت. والله قلت كده في فيديو الدايركشن بالظبط. فادام هنا اكس وهنا دوت، انت عارف ان هنا اكس وهنا دوت، يبقى الحته اكس دي اللي انا داخل منها، ودوت دي اللي انا طالع منها. يبقى انا كده ماشي ازاي؟ ماشي انتي كلوك وايز. مستر كده بقى يا مستر السؤال ده اغلط فيه عادي؟ لا طبعا، بقول لك هو فيديو الدايركشن هو بالظبط، فلا يا جماعه. هنا عايز الريشيو بين الريزيستنس، ريشيو بين الراديوس، ومديك الريزيستنس ومديك اللينس العبط ده واحده واحده كده. قال لك هنا ميد اوف سيمتري، ده كنت بدور عليها. صلي على النبي يا جماعه. الريزيستنس هي ريسيستيفيتي في لينس على باي ار سكوير. مستر ليه فكيت الاريا؟ على فكره انا متفق معاك اقسم بالله العظيم في درس الريزيستنس على الكلام ده. مش دايما ريسيستيفيتي في لينس على اريا، ممكن اريا، ممكن راديوس، ممكن دايمتر، وممكن القانون يبقى فيه فوليوم، ممكن القانون يبقى فيه ماس. ما انا مديك كل ده، فهو انا بيتكلم على الراديوس فكتبت قانون الراديوس. طيب هودي اللينس بالديفايدد، يبقى ار على ال ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو السلوب. يبقى السلوب بيساوي ريسيستيفيتي على باي ار سكوير. تمام. اكتب ده بقى على شكل ريشيو. سلوب واي على سلوب اكس. لو انت جدع قول لي انا ليه عملت سلوب واي على سلوب اكس مش اللي احنا متعودين عليه اللي هو سلوب اكس على سلوب واي. لو انت جدع بالله عليك ليه عملت سلوب واي على سلوب اكس؟ ليه لما اخد اجي السلوب هاخد بتاع واي الاول بعد كده اكس؟ لو انت جدع
فكر كده، وقف الفيديو وفكر، وقف الفيديو. ليه عملت سلوب واي على سلوب اكس؟ ها فكرت؟ الاجابه عشان هو طالب راديوس اكس على راديوس واي، فانت عارف اللي تحت بيتعكس، فلما تعمل سلوب واي على سلوب اكس ايكوال وتيجي تكتب الراديوس هتبقى اكس على واي، فما تحتاجش ان انت بعد ما تطلع الاجابه تشقلبها، لا كده خلاص تجيبها جاهزه، توفر على نفسك خطوه. يبقى سلوب واي على سلوب اكس بيساوي ريسيستيفيتي واي على ريسيستيفيتي اكس ملتبلاي راديوس بقى ايه؟ اكس على واي. طبعا قول سكوير اوعى تنساها. طبعا الباي راحت مع الباي مش هنكتبها. طيب قال لك نفس الماتيريال فدي تروح مع دي. طيب يبقى سلوب واي بكام؟ اهو يعني تان 30. سلوب اكس خد بالك بقى السلوب عباره عن ايه؟ عباره عن الانجل ما بين اللاين بتاعك لحد الاكس اكسس، يعني ما حدش يقول لي 15 لا غلط، من الاكس اكسس لللاين يعني دي كلها. طب ما دي 15 ودي 30 يعني دي كلها 45. يبقى على تان 45 ده بيساوي ار اكس على ار واي سكوير. هل انت عايز السكوير ولا من غير سكوير؟ من غير سكوير، يبقى خد هنا روت عشان الروت ياخد السكوير ويمشوا، بس زي ما خدت روت في اليمين لازم تاخد روت في الشمال. بس كده. يبقى روت تان 30 على تان 45 0.759 اللي هي طلعت 0.795 اللي هي 19 على ايه؟ على 25. ثانية معلش نتأكد كده. سلوب واي على سلوب اكس تحت الروت يعني تان 30 على تان 45 لا هي 0.759 يعني ابروكسيميشن تبقى 0.76 اللي هي دي. ماشي يبقى تشويس بي. ها في مشاكل يا جماعه؟ تمام. اسئله عاديه طبعا. هنا السؤال ده بيقول لك ايه؟ طبعا الرسمه احنا عارفين ده كده الفي جي وده كده الفي جي. النقطه اللي انا ببدا من عندها يا جماعه، فهو لو عايز في جي 1 على في جي 2 يعني 3 على 4. والله العظيم هو في المعسكر حله هو من كتاب التفوق، حتى هو في المعسكر هو نفس السؤال. مش عارف صراحه الناس جايبه الدرجات دي ليه. تعالى هنا. in the opposite electric circuit if the consumed power in the 9 ohm resistor is 81 واط. يعني ال 9 ohm دي الباور بتاعها ب 81 واط. تعرف تجيب لي كده الكرنت اللي ماشي هنا؟ عادي جدا، عارف ان الباور بيساوي اي سكوير في ار. تطلع الاي 3. يبقى انا ماشي هنا عندي كام؟ 3 امبير. حلو قوي الكلام ده. الثلاثه دي هتيجي هنا تتقسم صح؟ هنا ياخد كام وهنا ياخد كام؟ تعال نعرف مثلا اللي داخل هنا هعملها ازاي؟ شد خط اكتب عكس اللي انت عايزه، يعني لو عايز اللي داخل هنا اكتب 10 على مجموع الاثنين، كل ده طبعا عارفينه، في 3 ده يديك 1.2. يبقى دي تاخد كام؟ 1.8. حلو قوي الكلام ده. هو عايز ايه بقى؟ عايز البوتنشال ديفرنس ما بين البولز اوف ذا باتري ايكوال كام؟ يعني عايز اعرف انا محتاج فولت كام عشان اشغل السيركت دي كلها. بسيط قوي. تعال نشوف دي محتاجه كام؟ 3 في 9 في ايكوال اي ار، 3 في 9 يبقى 27 فولت. يعني ده كده محتاج 27 فولت. طب واللي هناك ده محتاج كام؟ 1.2 ملتبلاي 15 يعني ده كده محتاج 18 فولت. مستر عندي سؤال، دلوقتي انت عملت 1.2 ملتبلاي 15 طلع 18. طب مش انت برضو عندك 10 اوم؟ يعني المفروض برضو تعمل 1.8 ملتبلاي 10. لا انا قايل لك في حاله البارلل انت بتستهلك الفولت مره واحده بس. يعني مثلا لو اهي واهي 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 لو دي محتاجه 6 فولت، هل كده انا عشان اعدي من دول كلهم محتاج 6 و6 و6؟ لا انت بتدفع الستة مره واحده بس. هنا نفس الكلام، ده في ده يديك 18 ده في ده يديك 18 بتدفعهم مره واحده بس. يبقى انت كده محتاج بطاريه بكام؟
محتاج بطاريه ب 45 فولت بس. حد عنده مشكله؟ هل ده صعب؟ مش عارف الصراحه يعني. اصل لازم الامتحان يكون يعني تشغل فيه دماغك، ما انا برضه مش هجيب لك امتحان تعويض مباشر يعني. بس ده مش سؤال، مش بره حدود المنهج، امتحان عادي جدا. البطاريه دي بكام؟ خدناه في شابتر 1 البطاريه دي بكام؟ يبقى شوف ده محتاج فولت كام وده محتاج فولت كام. يعني انا مش شايف ان ده سؤال مثلا اللي هو ايه سؤال الواو بقى بتاع الامتحان. السؤال الواو بتاع الامتحان اللي هو اول سؤال مقالي بس، غير كده انا شايف امتحان عادي يعني. هنا in the opposite circuit what happened to the brightness of the lamp A lamp B respectively when the switch key is closed. طب حبيب قلبي، اولا انت لما تقفل ده دي كده اصبحت شورت سيركت، يعني الكرنت لو طلع من هنا اهو هيعدي كده وينزل هنا، فاصلا مش هيعدي على اللمبه بي، يبقى اللمبه بي تيرند اوف. وكمان هتلغي الريزيستنس دي، خد بالك دي غلط، 2 ار هنا بس، هتلغي الريزيستنس دي وهتلغي كمان الريزيستنس بتاعت اللمبه، يعني خلاص ما بقوش موجودين، يعني كده الار ايكويفالنت هيحصل لها ايه؟ قلت. فكده الاي توتال اكيد هيحصل له ايه؟ هيزيد، صح؟ تمام. طب ما دام الاي توتال زاد، مش الاي توتال ده بيدخل على لمبه ايه؟ لمبه ايه الريزيستنس بتاعتها ثابته ما جتش ناحيتها، والاي اللي داخله لها زادت، يبقى كده اضاءتها مالها؟ هتزيد، يبقى الاجابه تشويس سي. عاديه جدا وموجوده في شتات المعسكر. هنا in the opposite electric circuit if the reading of the voltmeter is 3 volt calculate the total resistance of this circuit. طيب واحده 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 واحده، صلوا على النبي يا جماعه. اولا ما يغركش شكل الفولتميتر، يعني ايا كان شكل الفولتميتر جه في المساله عامل ازاي ما يغركش الشكل بتاعه، مش اللي هو ايه يا مستر ده صعب قوي، لا. واحده واحده. فين اطراف الفولتميتر؟ اهو واهو. طيب انا عايز اعرف الفولتميتر ده حاضن مين، يعني هو ماسك مين، هو هنا بيقرا مين في السيركت. انا هعمل ايه؟ اعمل بوينت ميثود. ادي واحد واحد واحد، اعدي انا اكتب 2، مالكش دعوه بالفولتميتر، هي دي الفولتميتر دي سيركت انت بتمشي فيها؟ لا دي مش سيركت انت بتمشي فيها. بص اقول لك حاجه، اهو شيل سلكة الفولتميتر خالص ولا اكنك شايفها اهو. اهو ولا اكني شايفها. تمام تمام. بعد كده كمل البوينت ميثود عادي، ماشي. كمل البوينت ميثود كده 2، يبقى هنا 2، تعدي هنا تكتب 3، كده تعدي هنا تكتب 4 4 4 4. تمام. حط لي يلا الكلام ده، ادي نقطة 1 نقطة 2 نقطة 3 نقطة 4، ما بين 1 و2 عندك ار، ما بين 2 و3 عندك 2 اوم، ما بين 3 و4 4 اوم، ما بين 2 و4 6 اوم. دي الرسمه اللي عندك. تمام. انا بقى السؤال بتاعي هحط الفولتميتر فين؟ الاجابه رجع بقى الفولتميتر، رجعه اهو كده. الفولتميتر متوصل باي نقطتين ما بين 2 و3، ما بين 2 و3 يعني مكان الفولتميتر ده هنا على 2 اوم يا جماعه. بس يبقى لو جالك فولتميتر صعب في مساله اعمل بوينت ميثود من غير طبعا ما تمشي في السلك بتاعه خالص. لما تخلص البوينت ميثود تشوف الفولتميتر كان ما بين انهي رقمين. طيب الفولتميتر قرا 3 فولت، يبقى انا هنا داخل عندي كام؟ لو الفي ب 3 انا عارف ان الفي ايكوال اي في ار، فلو الفي ب 3 عايز اعرف الاي، لو الار ب 2 وادي الاثنين دي بالديفايدد يطلع الاي ب 1.5 ايه؟ امبير. 1.5 امبير دي ماشيه في ده كله عشان دول سيريس مع بعض. طيب هي 2 و4 دول سيريس يديك كام؟ يديك 6 اوم، يعني ال 6 اوم دي خدت 1.5، يبقى ال6 اللي تحت تاخد كام برضو؟ 1.5، يبقى الكرنت كله كام؟ 3 امبير. بس يبقى انا عرفت ان الكرنت هنا ده كده 3 امبير. تمام تمام. هو بقى عايز ايه؟ عايز التوتال ريزيستنس. طب خلاص ما انا عارف ان الاي توتال اللي هو ب 3
بتساوي في بي اللي هي ب 24 على ار توتال، تطلع 8 اوم. وده سؤال برضو حلو عادي، ده هتغلط فيه، فخليه برضو ايه نسجله عندنا. اهو ماشي. يبقى سؤال 9 وسؤال ايه؟ سؤال 9 وسؤال 17 لحد دلوقتي دول اللي انت ممكن تغلط فيهم عادي. ولكن سؤال زي ده والله انت لو حلت كتير، عارف فاكر الامتحانين اللي انا بعتهم لك على الجروب اللي هو قلت لك حلهم قبل الامتحان، ولا كان امتحان واحد؟ كان امتحان واحد. في سؤال اصعب من ده بكتير في الفولتميتر. فانا قايل لك اي فولتميتر عايز تعرف هو متوصل على ايه؟ بوينت ميثود، عشان تعرف هو حاضن مين. تمام. هنا two long parallel wires X and Y, each of them is connected to a battery of negligible internal resistance. The mutual force between them is F. When wire X is replaced by another one of same length and radius, but the resistivity of its material is half. يعني كده الريسيست هاف الاكس. طب بدلت مين؟ بدلت ده، شلته حطيت واحد مكانه الريسيستيفيتي بتاعته قلت النص، يبقى الريزيستنس بتاعته تقل النص، يبقى الكرنت بتاعه يزيد الدبل. تمام. فالميوتشوال فورس هتبقى كام؟ طب ما هو بالعقل لو دي الاف اهي ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي، انا ما جيتش ناحيه دي ولا دي ولا دي ولا جيت ناحيه واير واي، يعني ما جيتش ناحيه اي 2، كلهم ثابتين. اللعب كله فين؟ في اي 1. اي 1 زادت الدبل، يبقى الفورس دي كمان تزيد الايه؟ تزيد الدبل، يبقى 2 اف. بس هل ده مثلا سؤال صعب؟ مش عارف، انا شايف ان هو عادي يعني. هنا in the opposite electric circuit if the reading of V1 is 5 يبقى V2 بكام؟ طب مش العقل كده مش مفروض البرانش ده كله الفولت بتاعه يكون قد البرانش ده كله؟ يعني المفروض V2 دي هي هتقرا الفولت بتاع البرانش ده كله اللي هو بتاع البرانش ايه؟ ده كله. طب تعالى الاول نجيب البرانش ده. صلى على النبي كده. الفولت ده بتاع الريزيستنس ب 5 فولت، ماشي. يبقى بتاع الاثنين ار بكام؟ ب 10 فولت. اكيد الار خدت 5 فولت، يبقى الاثنين ار تاخد 10 فولت، يبقى البرانش ده كله خد كام؟ خد 15 فولت. يبقى اكيد في 2 ده برضو ياخد كام؟ ياخد 15 فولت. مستر عندي سؤال الصراحه انا مش فاهمه. اسال. هو انت معلش انا اسف، ازاي ال 2 ار خدت هنا 10 فولت؟ يعني انت مثلا قلت لي الار بتاخد 5، يبقى ال 2 ار بتاخد 10، انا لحد دلوقتي فاهم. ليه بقى ما اقولش ان ال 2 ار دي كمان بتاخد 10 واروح اختار 10؟ صلى على النبي. ما ينفعش تقول ده خد 5 فولت عشان ار يبقى ده ياخد 10 فولت عشان 2 ار. مستر ما انت لسه عامل كده هنا، افهم. ما ينفعش تعمل كده الا لو الكرنت ثابت. الكرنت اللي داخل هنا هو ده، فلما اقول ان في ايكوال اي ار، الاي كده كده مش بتتغيرش، يبقى الار لو ار خدت 5 فولت يبقى 2 ار تضرب هنا في 2 تبقى 10 فولت. ولكن هل دي زي دي؟ لا. فما حدش يتلخبط في الحته دي. يعني مثلا صلى على النبي كده، بصوا السؤال ده كده عشان السؤال ده مهم قوي. السؤال ده كنا حالينه مع بعض. سؤال بالمنظر ده. طب اقول لك حاجه، استنى نجيب السبوره احسن. دلوقتي انا عايز افهمك بقى النقطه دي ايه كويس قوي، عشان انت برضه تبقى الناس ايه معايا فيها. صلي بقى على النبي كده. بص يا سيدي، دلوقتي انا هرسم لك سؤال، تمام؟ بص يا سيدي، السؤال ده يخلص لك الموضوع ده كله. سؤال مهم قوي 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 فوق ما انت تتخيل. تمام. هحط هنا فولتميتر اسمه فولتميتر 1 واقول لك ان هو ار 4 فولت. هقول لك ان دي 4 ار
عايز اعرف فولتميتر 2 يقرا كام؟ هديك اختيارات، اديني يا مستر. 4 فولت ده تشويس ايه، 8 فولت، 16 فولت، 32 فولت. صلي بقى على النبي كده. بص يا سيدي، الغلطه اللي الناس بتعملها ايه؟ مستر الار الواحده خدت 4 فولت، يبقى الاربعه ار 4 و4 يبقى 8 و4 يبقى 12 و4 يبقى 16، يبقى الاجابه 16 فولت. ياخدوا صفر طبعا. ليه؟ ما ينفعش اقارنهم طول ما الكرنت مش واحد. يعني الكرنت اللي في البرانش ده وكرنت بيجي هنا يتقسم، صح؟ فما ينفعش اقارنهم طول ما الكرنت مش واحد. طب امال هعمل ايه؟ صلى على النبي. هل بقى ينفع اقارن دي بدي؟ ينفع اقارن دي بدي عادي. يعني لو دي ار خدت 4 يبقى دي ار تاخد 4. يعني البرانش ده كله ياخد كام يا جماعه؟ البرانش ده كله كده ياخد 8 فولت. تمام. صلي بقى على النبي. ماشي يا مستر. الصلاه والسلام. حضرتك متفقين؟ حلو. عندي سؤال يا مستر، قول. انا بقى شرحت لك حاجه في البارلل بتقول لك ايه؟ ان الفولت بتاع البرانش الاولاني هو بتاع الثاني. يعني ده 8 يبقى ده 8. لحد دلوقتي انت هنا فاهم، ما عندكش مشكله. تمام. لو ده 8 وده 8، صلي بقى على النبي، لو انا شلتهم وحطيت ريزيستنس واحده بس ايكويفالنت ليهم، تاخد هي كمان كام؟ تاخد هي كمان 8 فولت. عشان كده كنت بقول ان V1 ايكوال V2 ايكوال V توتال. يعني R وR سيريس يديني كام؟ يديني 2 R. R وR سيريس يديني كام؟ يديني 2 R. 2 R و2 R يديني كام R؟ يديني R واحدة بس. اهي. وال4 R دي تنزل زي ما هي. وانا عايز ده بكام اهو. واحدة واحدة بقى. الار دي كام البوتنشال ديفرنس بتاعها؟ الإجابة محدش يقول لي 4، لأ. الار دي هي الايكويفالنت. فده البرانش ده كله خد 8، يبقى ده كله هياخد 8، يبقى الايكويفالنت بتاعه ياخد كام؟ ياخد 8 فولت. كده بقى ممكن اقارن دي بدي؟ دي 4 مرات من دي، فلو دي 8 تبقى دي 8 و8 يعني 16 و8 يعني 24 و8 يعني 2 وايه؟ 32. مستر انا بس عندي سؤال، هي ليه يعني ازاي دي ار 8 فولت ودي ار 4 فولت؟ عشان الكرنت اللي هنا هو الاي توتال، بس الكرنت اللي هنا هو اي 1، فما تقارنهمش ببعض. خلاص فهمت؟ عشان كده لو رجعنا تاني، هنا انا ما كانش ينفع اقول ده 2 ار 10 وده 2 ار 10، لا. ليه؟ تاني عشان هم مش نفس الكرنت. بس انا معلش انا اتعمقت في السؤال ده، بس ايه فكرته جميله يعني. وعلى فكره انا عملته عندي ولا ايه؟ ماشي، يبقى و19 كمان. بس زي ما باكد تاني، دي مش اسئله اللي هو انت اول مره تشوفها، لا. دي كل الفكره بس ان دي اسئله ايه يعني، ممكن توتر اللجنه وكده، فما تجيش في دماغك، مش اكتر من كده يعني. هنا هيدروجين اتوم، دي سهله قوي. with an electron spinning 6.6 multiply 10 power 5 revolution per second. هي دي ايه اصلا؟ ايه revolution per second دي؟ اللي هي الفريكونسي يا جماعه، مش الفريكونسي. number of revolution على تايم، يعني 6.6 multiply 10 power 15 على 1، يعني في الاخر الفريكونسي بالرقم ده. طيب عايز احسب الكرنت انتنستي، طبعا عبيطه قوي لان انا عارف ان الاي بتساوي كيو في اف، فالكيو هفكها ان في اي في اف. ماشي. الان هو قال لك كام؟ قال لك الكترون يعني 1. الاي 1.6 ملتبلاي 10 نيجاتيف 19. الفريكونسي اهي 6.6 ملتبلاي 10 باور 15. بس كده. تطلع الاجابه عند حضرتك 1.056 ملتبلاي 10 نيجاتيف 3. الاجابه تشويس ايه؟ تعال. عايز الجراف اللي بيعبر يا جماعه. انا اصلا والله العظيم مديك دي في المعسكر، قلت لك جراف السورس ما بين الفي والاي
بيكون نازل بالمنظر ده وبيبدا من الفي بي، والجراف اللي تشارج ما بين الفي والاي وبيكون طالع وبيبدا من الفي بي. بس هنا مين السورس ومين التشارج؟ الاثنين عكس بعض. قال لك ان في بي 1 اكبر، يبقى في بي 1 دي هي اللي المفروض تبقى بتقل. هنا في بي 1 بتزيد، لا هنا الاثنين بيقلوا، لا في واحده سورس وواحده تشارج. في بي 1 بتزيد، لا في بي 1 المفروض تبقى بتقل، اهي في بي 1 بتقل وقصادها في بي 2 مالها بتزيد، يبقى الاجابه تشويس سي. ده سؤال تطبيق مباشر على الجراف اللي انا مديهولك في المعسكر، مفيش اي حاجه. يعني بص في بي 1 المفروض تقل صح عشان هي سورس، دي بتزيد دي بتزيد، تمام يبقى دول استبعدوا. دي تشارج، يبقى ازاي دي كمان تقل؟ لا هنا a conductive coil has radius 13 سم and 35 turn. طيب the coil is moved so that half of its area is within a uniform magnetic field of strength 0.16. طيب directed out of plane of the diagram shown along the axis of the coil. ماشي. The coil moves from its old position to its new position in 0.24 seconds, then the induced EMF بكام؟ سؤال عبيط قوي طبعا. EMF بتساوي نيجاتيف N 35 ملتبلاي. هل اللي تشينج في الساين؟ لا هو ما قالكش ان انا لفيت خلاص، فبالتالي مفيش ايه؟ مفيش تشينج في الساين، هتحطها ساين 90 عادي. البي بكام؟ البي ب 0.16. هي الفكره كلها فين يا جماعه؟ الفكره كلها في الاريا. ليه؟ الاريا الاولانيه كانت بزيرو لان كانت الدايره كلها بره، تمام. بعد كده الاريا الثانيه نص الدايره بس اللي دخلت، تاني نص الدايره بس اللي دخلت، يعني هقول هاف في باي في ار سكوير 13 في 10 نيجاتيف 2 سكوير، من نص الدايره بس اللي دخلت على التايم اللي هو 0.24. نحسب 0.24 ثواني. نيجاتيف 0.62. في اي مشكله؟ تمام نكمل. 23 in the opposite figure coil composed of one turn يعني ال n ب 1 is placed parallel to a magnetic field side AB is affected by a force 100 نيوتن when the magnetic dipole is 2 تمام. then perpendicular distance ما بين التو forces بتساوي كام؟ طيب ده الصراحه سؤال جميل. ليه؟ لان هو بيتكلم معاك في اثبات قانون التورك اصلا من الاول. يعني هو قانون التورك احنا عارفين ان هو ايه؟ ان هو بيان صح؟ ماشي احسب بقى كده التورك. طبعا بيان ساين 90. ليه 90؟ عشان هو قال لك بارل. طبعا احنا عارفين شبه الساين يعني نورمال. البي ب 4 تسلا ايان اللي هي الدايبول مومنت ب 2 ده يديك 8. تمام. هو بقى عايز مديك الفورس وعايز الديستنس. ايه بقى الكلام ده؟ مش انا اصلا في اثبات قانون التورك من الاول كنت بقول لك ان التورك بتساوي فورس في ديستنس. يعني التورك لو بقيت الفورس ب 100 كده الديستنس بكام؟ بس تطلع 0.8 اللي هو 0.08 اللي هي 8 سم. ماشي حد عنده اي مشكله؟ ماشي يبقى ده القانون بتاع الايه؟ ده القانون بتاع اثبات التورك، ان التورك بيساوي فورس في ديستنس، لازم تبقى عارفه. فانا الصراحه هزود برضو السؤال ده عندنا عشان مش ناس كتير كانت عارفه القانون ده. ماشي نكمل. كده احنا خلصنا نص الامتحان. يبقى لحد اللحظه دي كده نص الامتحان خلص. امتحان 46 سؤال
خلصنا 23 سؤال، حاليا نص الامتحان. في كام سؤال عندنا؟ في 4 اسئله يعني ب4 درجات. خد بالك 4 اسئله ب4 درجات، ده مش اللي هو ايه؟ ده مش اللي هو انا لازم اغلط فيهم، لا هي اسئله عاديه على فكره، اسئله عاديه جدا، بس ليها ايه فكرتها ممكن تكون ايه؟ ما تجيش في دماغك بسهوله، ما تجيش في دماغك بسهوله، بس تيجي في دماغك عادي بس مش بسهوله. فانا اقول ايه؟ 4 درجات. تعالى ما نكمل. في بقى ناس لحد السؤال ده ما جابوش غير 4 درجات، دول حاجه ثانيه خالص. تعالى. In the shown figure an electric current pass through an electric ring so the total magnetic field at the center، ويجيب لك بدلاله باي واي وار. انا قايل لك لما يجي لك سؤال زي ده دايما الحاجه اللي هو عايز بدلالتها دي حطها ب1. يعني انت كده عندك الميو ب1 والاي ب1 والار ب1. تمام. انت هنا عندك كام دايره؟ عندك دايرتين الاثنين ماشيين مع بعض، يبقى هعمل بلس، يعني ميو ان اي على 2 ار بلس ميو ان اي على 2 ار. تعالى نمسك الاولانيه دي اللي هي دي. يلا الميو بكام؟ ب1. الان بكام؟ باين قوي ان دي 3/4، يعني انت لو عندك بتزايه فدي بتزايه اهي صح؟ اهي 3/4، يعني الان ب3 على 4. الاي ب1 على ده ار صح؟ يعني 2 ار يعني 2 في 1. اي ب1 ار. ماشي، تحسب دي يطلع 3 على 8. نروح نحسب الثانيه اللي هي بقى دي. ده ربع، باين قوي ان ده الجزء الباقي اللي هو ربع دايره، يعني الميو ب1 الان بربع الاي ب1. واحده واحده بقى. الراديوس بكام اصلا؟ ب 2 ار، يعني المفروض تعمل تحت 2 في 2 ار. هتفهم حاجه؟ والار دي طبعا ب1. ماشي، تطلع بكام؟ يبقى بلس 1 على 16. ده كله يديك كام؟ تعمل لهم بلس بعض يديك 7 على 16. ماشي. انتو ولا اوت؟ باين قوي ان انا ماشي هنا كلوك وايز، يعني كده انتو. يبقى الاجابه تشويس سي. هنا بيقول لك ايه؟ two straight parallel wires A and B an electric current pass through each of them as shown in the figure. تمام. A ring is placed in same plane of the two wires where it touch tangent to wire A، يعني tangent مع A. طيب if the radius of the ring is 10 cm and the current intensity through it is 1 على باي امبير clockwise، يعني هنا كده في clockwise 1 على باي ايه؟ امبير. عايز ايه هو؟ عايز البي توتال. سؤال عبيط قوي، هو باين هو صعب ولكن انا مش فارق معايا في كام شكل في المساله. انا في الاخر كده كده بجيب الدايركشن عشان اعرف اعمل بلس ولا ماينس، وكل بي بتاعت كل شكل انا عارفها. فتعال نشوف كده. انا بحسب فين دايما؟ في نص الدايره. ستريت واير ده اهو عامل هنا اكس يبقى عامل هنا دوت. الدايره دي عامله اكس. ستريت واير ده هنا اكس يبقى هنا دوت. يبقى كده عشان اجيب البي توتال هعمل البي بتاع الستريت واير الاولاني بلس البي بتاعت الستريت واير الثاني عشان هما دوت ودوت ماينس البي بتاعت الكويل. بس لو عملت كده يبقى جبت البي توتال بمنتهى السهوله. تعالى نشتغل. 2 ملتبلاي 10 نيجاتيف 7 ده الاولاني، ملتبلاي الاي اللي هي 1 امبير على الراديوس اللي هو ار، اللي هو قال لك الار بكام؟ قال لك بكام بقى؟ قال لك ب 10 سنتيمتر. بلس خش على الثاني اللي هو ده 2 ملتبلاي 10 نيجاتيف 7 ملتبلاي الاي اللي هي ب 3 على كام؟ مش دي برضو دايره يا جماعه؟ يعني ده ار، يبقى بتبعد من الواير ده للنقطه دي كام ار؟ 2 ار، يعني 2 في 10 في 10 نيجاتيف 2. ماشي. في مشاكل؟ ماينس البي بتاعت الكويل. يلا ميو الان بكام بقى؟ هو قال لك رينج يعني الان ب1، الاي ب1 على الباي على 2 ار، يعني 2 في 10 في 10 نيجاتيف 2. مستر هو كل ده مش صعب؟ لا طبعا كل ده مش صعب. انا جبت الدايركشن اللي زي بعض بلس اللي عكس بعض ماينس وحطيت القانون بتاع كل واحد. يحسب على الكالكليتر. انا مش عارف ده ما فيهوش اي حاجه على فكره السؤال ده. تعالى كده نشتغل. ماشي كده حسبنا الاولانيه بلس
طب واحد بص، لو واخد بالك انا بكتب بسرعه ازاي؟ ليه؟ عشان ايدي واخده ان انا احل بالكالكليتر. انت ايدك لازم تبقى نفس الكلام، لازم تكتب على الكالكليتر كتير، تحل كتير، فنفسك بتعوض بالارقام بسرعه. ماشي؟ ماينس 4 ملتبلاي باي ملتبلاي 10 نيجاتيف 7 اهو، ملتبلاي 1 ملتبلاي 1 باي على 2 في 10 في 10 نيجاتيف 2 يعني 0.1. دي تطلع 4 طلع 3 ملتبلاي 10 نيجاتيف 6. تمام. في مشاكل يا جماعه؟ جميل لحد اللحظه دي. بس عايزين اتاكد ان انا مش حاطط دي غلط. تمام. هنا بيقول لك مين في دول النقطه اكس دي هتكون نيوترال بوينت. طيب اولا اكس دي لازم تقع في منطقه الماينس. هل دي منطقه الماينس؟ هل دي منطقه الماينس؟ هل دي منطقه الماينس؟ هل دي منطقه الماينس؟ تمام. يبقى ده كده اول شرط. تاني شرط لازم اي على دي تبقى بتساوي اي على دي. ايه ده يا مستر؟ واحده واحده. مش انا نيوترال بوينت يعني البي بتساوي البي فده يبقى ميو اي على 2 باي دي، وده نفس الكلام. فلاقي الميو راحت مع الميو، ال2 مع ال2 والباي مع الباي، فيبقى ان اي على دي بتساوي ايه؟ اي على دي. يبقى لازم الريشيو دي تتحقق، اي على دي بتساوي اي على دي. تعالى نمسك اي على دي بتساوي 3 اي على 2 دي؟ لا طبعا، يعني 3 على 2 بواحد ونص، فلا. هنا اي على دي بتساوي 2 اي على 2 دي، عشان 2 هتروح مع الاثنين فيبقى فعلا، يبقى 2 دي صح. تعالى هنا، هل اي على دي بتساوي 3 اي على 3 دي؟ ما انا باخد لحد النقطه، ما هي ال3 هتروح مع ال3 يبقى دي صح. هل اي على دي بتساوي 2 اي على 3 دي؟ لا طبعا، يبقى الاجابه ايه؟ 2 و3. كل ده ما فيهوش اي حاجه. هنا مين في دول مش هيكون في نيوترال بوينت؟ بص يا حبيب قلبي، اولا ده الاثنين في نفس الدايركشن، واي واي يبقى نيوترال بوينت في النص، يبقى ده في نيوترال بوينت عادي. هنا الاثنين نفس الدايركشن يبقى النيوترال في النص وقريبه من الضعيف، يعني هنا مثلا، فده في نيوترال عادي. عندك هنا وعندك هنا. نبدا بسي، دول عكس بعض، يبقى في النص بلس وعلى الجنب ماينس. طب هتكون هنا ولا هتكون هنا؟ قريبه للضعيف، يعني لازم النيوترال بوينت تكون هنا، يبقى دي في نيوترال بوينت عادي. بص بقى هنا زي بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض، يعني هنا بلس وهنا ماينس. طب النيوترال بوينت هنا ولا هنا؟ ها، النيوترال بوينت هنا ولا هنا؟ الاجابه قريبه للضعيف. طب ما هو الاثنين نفس الاي، فبالتالي النيوترال هتبقى هنا ولا هنا؟ يبقى السؤال ده اصلا مش هيكون فيه نيوترال بوينت ولا هنا ولا هنا. ما هو ما ينفعش تبقى هنا، ليه؟ اصل اشمعنى دي؟ وما ينفعش تبقى هنا عشان اشمعنى دي؟ بس عشان كده ده السؤال الوحيد اللي ما ينفعش يبقى فيه نيوترال بوينت. سؤال 27 نضيفه عندنا. ماشي. هنا عايز اعرف مين في دول كاري كارنت اوت اوف ذا بيج، يعني دوت. طب يا جماعه مش انا عارف ان الدوت بيترسم كده صح؟ يبقى انا عايز دايره يبقى ماشي فيها الحاجه انتي كلوك وايز. حلو قوي. انا عارف ان الخطوط بتاعه الفلكس بتتحرك من نورث لساوث صح؟ فبالتالي هنا نورث ونورث مش هيبقى في بينهم خط، ساوث وساوث، يعني هنا اصلا مفيش خطوط. هنا نفس الكلام، ان انا ما بتحركش من ساوث لساوث. تعالى هنا من نورث لساوث اهو، ومن نورث لساوث اهو، يبقى لقيت فعلا ان انا ماشي انتي كلوك وايز، يبقى ده صح. ولكن هنا من نورث لساوث اهو، من نورث لساوث اهو، لا كده انا ماشي كلوك وايز، يبقى ده كده يديك اكس، ده كده انتو ذا بيج. الاجابه تشويس سي. هنا a straight wire passes through it a different current, it is wounded to form a circular coil. انا دلوقتي لفيته فبقى دايره. حلو قوي. of one turn so the magnetic field is B. ماشي. if it is rewounded. rewounded فاكر لما كنت بشوف كلمه rewounded بعمل ايه؟
بقول بي 1 على بي 2 ان 1 على ان 2 سكوير لو فاكر يعني. وفي ان ترن 2 عايز اعرف البي 2 هتبقى بكام؟ طب يا جماعه انا عارف ان بي 1 اللي هي بي على بي 2 بتساوي ان 1 اللي هو ب 1 ترن على ان 2 اللي هي بان قول ايه يا جماعه؟ قول سكوير. يعني بي على بي 2 بيساوي 1 على ان سكوير. كروس مالتيبليكيشن يطلع ان بي 2 بيساوي ان سكوير بي. يعني اجابه تشويس ايه؟ سي. عادي جدا بعمل سكوير وبخلي ده في ناحيه لوحده كروس مالتيبليكيشن ما فيهاش اي حاجه. هنا مين في دول الدايركشن هتبقى انتو ذا بيج؟ يا جماعه انا عشان ابقى انتو ذا بيج يعني كده يبقى لازم امشي ايه؟ لازم امشي كلوك وايز. تمام. دي ماشيه انتي كلوك وايز يبقى دي غلط. دي هنا ماشي 3 امبير انتي كلوك وايز وهنا 1 امبير كلوك وايز. تمام. فبالتالي دي انتي كلوك وايز. طب صلي بقى على النبي. تعرف اصلا ان هنا الان بربع وهنا الان ب3 على 4 صح؟ لما تيجي تعمل هنا مش هو القانون بتاع الدايره ميو ان اي على 2 ار؟ لما تيجي تضرب ان في اي هتضرب ربع في 3 يديك 3 على 4. تيجي هنا تضرب 3 على 4 في 1 يديك 3 على 4 ففي الاخر هيفضلوا زي بعض. فلما تعمل لهم ماينس لان هم عكس بعض يديك زيرو فدي اصلا زيرو. هنا نفس الكلام 2 امبير كده و2 امبير كده عكس بعض يديك زيرو. هنا بقى 3 امبير ماشيه كلوك وايز ماشي. هتيجي عند النقطه دي داخل 2 وداخل 3 هيطلع 5 والخمسه دي برضو ايه ماشيه كلوك وايز. الخمسه دي تيجي هنا داخل هنا 1 امبير يصب ويطلع هنا 6 امبير صح كده؟ فلو بصيت هتلاقي ان 1 امبير ماشي انتي كلوك وايز و3 ماشيه كلوك و5 ماشيه كلوك يبقى دول اللي يكسبوا يبقى الكلوك وايز هي اللي تكسب. يبقى دي كده هتبقى انتو ذا بيج. انت هنا عندك بي ماشيه كلوك وايز وبي ثانيه ماشيه كلوك وايز وبي واحده ثانيه ب1 امبير ماشيه انتي كلوك وايز يبقى اكيد دول اللي هيكسبوا. يبقى اسمع كلامهم هم اللي هو انتو ذا بيج. هنا عايز اي بي على اي بي سي مين اكبر؟ يا جماعه هي مش كيو على التي ده اللي هو السلوب اللي هو السيتا يعني صح؟ فاكيد اللي عنده سلوب اكتر هيكون عنده سيتا اكتر. فلو خدت بالك اي بي ده السيتا بتاعته ولكن بي سي ده السيتا بتاعته. مين مايل اكتر اي بي ولا بي سي؟ مين عنده سلوب اكتر؟ اكيد اي بي عنده انجل اكتر يبقى اي بي ده الاعلى يبقى جريتر ذان 1. طب انت مش عارف تحسبها كده لا يبقى هتفرض هنا ارقام 0 1 2 3 4 5 6 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 تروح تحسب بتاع اي بي التي ب2 والكيو ب6 يعني 6 على 2 اللي هو يديك كام؟ اللي هو يديك 3 امبير. تروح تحسب بتاع بي سي يبقى 8 ناقص 6 خد بالك دلتا واي على دلتا اكس عشان انت مش بادئ من الزيرو. بي سي يبقى 8 ناقص 6 يديك 2 على التايم بكام؟ 6 ناقص 2 يديك 4 2 على 4 يديك نص امبير. واحده اديتك 3 واحده اديتك نص مين اكبر؟ الثلاثه يعني اللي هي اي بي يعني جريتر ذان 1. حلتها لك بطريقتين عايز تحلها بمعلومه السيتا تمام عايز تحلها بمعلومه الاي تمام ما عنديش مشكله. حد عنده مشكله؟ تمام كده من اول هنا كده لا من اول السؤال اللي بعده عايز الايكويفالنت ريزيستنس ما بين اكس واي. انا كده وصلت هنا بطاريه. طيب انا لو طلعت بالباتري هنا كده اهو هلاقي ان انا اتقسمت ار وار سيريس يديني 2 ار. طب ال 2 ار مع الار بارل يديني كام؟ 2 في 1 على 2 زائد 1 يديني 2 على 3. يبقى انا هاخد الحته دي كده ده كده كله اداني 2 على 3 اهي. تمام. هنعمل نفس الكلام هناك. الكرنت رايح كده هيتقسم ار وار سيريس يديني 2 ار 2 ار مع ار بارل يبقى اديني 2 على 3 ار لسه مطلعها. 2 على 3 ار مع 2 على 3 ار يديني كام؟ 4 على 3 ار. شويس دي كده احنا جاهزين نبدا من اول ايه؟ من اول سؤال 33. من اول دلوقتي الاسئله بقى الايه؟ اللي بدرجتين خلاص؟
تعمل ايه؟ تاخد بقى بريك شويه كده، ارجع بص على اللي فات تاني، لو عندك اي سؤال فيه ابعت لي واتساب، المفروض شرحنا كل سؤال بالتفصيل يعني. وايه، شوف بقى غلطاتك، يا ترى انا في الامتحان اللي غلطت في السؤال ده ليه ما كنتش عارف الاجابه دي، عشان الدنيا بالنسبه لك تتظبط. مش مهم بالنسبه لي الدرجه، اهم حاجه انك جيت امتحنت وجربت نفسك وعرفت انت غلطت فين، عرفت وقت التصحيح بتاعها، ده اهم حاجه بالنسبه لي. تمام؟ ماشي، بريك 5 دقايق، بعد كده نرجع نكمل مع بعض من اول سؤال 33 لحد 46 اللي هي الاسئله الايه اللي بدرجتين. يلا بينا، يلا بينا نكمل سؤال 33. ايه الخط ده جه منين؟ امسحه. ماشي. The total magnetic flux density at the center of the coils coincides at the direction كام؟ عايز البي توتال يا جماعه. طب انا عندي كام سيركل كويل؟ عندي 2. باين قوي ان هم زي بعض ولا عكس بعض ولا بيربنديكولار على بعض. لكن الكويل الدايركشن فيه سهل قوي، انت بتشوف حرفيا هم عاملين ازاي، هم هنا بيربنديكولار على بعض، يبقى اكيد التوتال هيكون بيربنديكولار، يعني هيكون في اتجاه سي. مش انت لو عندك حاجه كده الريزلتنت اللي هو بيربنديكولار بيبقى في النص كده، بس تبقى الاجابه ايه؟ سي. هنا واحده واحده. النقطه اللي ببدا منها دي بتكون الاي جي، ده الجراف الحفظ اللي احنا واخدينه بتاع الاميتر. النقطه اللي ببدا منها بتكون الاي جي، فهنا باين قوي ان دي كده الاي جي بتاعت اكس، ودي كده الاي جي بتاعت واي. كده اي جي بتاعت واي ايه؟ اعلى من الاي جي بتاعت اكس. طيب هو بيسعى على ايه بقى؟ هو عايز الار جي بتاعت اكس على الار جي بتاعت واي. ما هو ادام الاي جي بتاعت واي اعلى يبقى اكيد الار جي بتاعت اكس هي الاعلى عشان هما انفرس مع بعض. بس كده. فكده اكس على واي، ار جي اكس اعلى يبقى جريتر ذان 1. مفيش اي حاجه. فالاسئله اللي بدرجتين يا جماعه انا مش بخليك تكتب حاجات قد كده وتحسب، لا، انا بختبر لك بس في المعلومات الاساسيه. So diagram represents the ohmmeter scale with equal division. عايز احسب R1 على R2. طيب يا جماعه صلوا على النبي، احنا متفقين ان دي ربع السكيل، ده نص السكيل، ده 3 على 4 من السكيل. يعني هنا الان ب4، هنا الان ب2، هنا الان ب4 على 3. ماشي. انت عايز R1 على R2 صح؟ يعني هنا هتكون n - 1 في R ديفايس بتاعت 1 على n - 1 في R ديفايس بتاعت 2. طب مش R ديفايس تروح مع R ديفايس عشان هما نفس R ديفايس ثابته. يبقى كده يبقى R1 على R2 n - 1 بتاعت الاولاني على n - 1 بتاعت الثاني. كام ال n بتاعت الاولاني؟ ب4. خد بالك يا 1 على 4 ال n بتعكس، يعني n ب4. طب بتاعت الثاني 4 على 3، يعني 3 على 4 هتعكسها تبقى 4 على 3. ده يديك كام؟ ده يديك 9 بس. حاليا زيه في المعسكر كتير طبعا. هنا solenoid with 80 سنتيمتر length ماشي is connected to a battery of EMF VEB with negligible internal resistance. طيب the magnetic flux density at the midpoint of the solenoid is B1 ماشي when 20 سنتيمتر is cut. دي كده يا جماعه المساله بتاعت ايه؟ cut او add. cut او add كان عندي حالتين، cut او add والسيم اي ولا cut واد والسيم في. لو cut واد والسيم اي يعني B1 على B2 ب1 عشان ده solenoid. طب B1 على B2 لو سيم في يبقى B1 على B2 لينس 2 على لينس 1. ده سيلينويد وقط يبقى B1 على B2 لينس 2 على لينس 1. لينس 1 ب 80. طب لينس 2 انا شلت 20 يبقى لي كام؟ هو 80 شلت 20 يبقى لي 60. بس خلاص 60 على 80 اللي هي 3 على 4. هل ده يا جماعه صعب؟ هل دي حاجه مثلا تستاهل ان الامتحان يبقى طويل او تستاهل تقعد 3 ساعات كاملين؟ هل دي حاجه صعبه؟ دي يا جماعه بختبرك في المعلومه الاساسيه. انت معاك المعلومه الاساسيه بتاعه الشرح هتحل. مش معاك وناسي ومش مراجع خلاص يا باشا ضاعت. فحضرتك مفيش اي حاجه. هنا واحده واحده يا جماعه. اول حاجه ادام هنا بالمنظر ده البرش مش لامسه الكوميتيتور، في جاب ما بينهم بالمنظر ده، يبقى انا كده في الوضع البربنديكولار. ماشي. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك the opposite figure show one of the metallic commutator with respect to the graphite brush in a motor with respect to the graphite brush in a motor. دي متكرره مرتين معلش. during the rotation the motor continue its rotation and skip this position. ليه؟ يعني بصوا يا جماعه انا عارف ان الموتور بيلف بسبب التورك صح؟
طب ما انا دلوقتي بيربنديكولر، يعني المفروض التورك بكام؟ بزيرو، ومع ذلك التورك بيفضل لافف. ده بسبب الانرشيا، كنا واخدينها بالظبط وشرحتها في المعسكر. انا دلوقتي اهو انا بارلل، فببدا الف 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 الف، المفروض لما اوصل هنا التورك بزيرو. ليه بكمل لف؟ عشان انا اصلا انا واخد زقه من هنا بتطلعني تخليني اعدي، يعني انا ماشي كان مكمل، المفروض هنا كده بزيرو، بس انا اصلا واخد قوه من قبليها، فالقوه دي بتخليني ايه؟ بتخليني اكمل. ده اللي هو اسمه الانرشيا. هنا عايز ارتب الايدي كارنت او التمبريتشر. يا جماعه طب انا عارف ان التمبريتشر دايركت مع الايدي كارنت، صح؟ وحالين سؤال زي ده في المعسكر ان الايدي كارنت دايركت مع الفريكونسي، يعني كل ما الفريكونسي تزيد التشينج هيبقى اكتر، فالكارنت هيبقى اكتر، فالحديده هتسخن منك اكتر. يعني هنا كده المفروض يبقى 1 2 3، يبقى تمبريتشر 1 تمبريتشر 2 تمبريتشر 3. هنا the opposite figure دي تشال ماشي. the opposite figure after closing switch K، لما اقفل ده اهو it has been noted that the electric lamp glow with a constant brightness، يعني اللمبه دي هتبدا تنور عشان ده ترانسفورمر، او لما اقفل ده هيحصل ميوتشوال اندكشن، فالخطوط هتتنقل عن طريق الايرون كور تروح هناك تلطش في السكندري فتعمل لك انديوست. ده الشرح بتاع الترانسفورمر العادي. تمام. بيقول لك بقى so for the existence of the current that makes the electric lamp glow، ايه اللي بيخلي اللمبه تنور؟ نفس اللي انا لسه قايله، ان انت لما بتقفل ده بيبدا يطلع كارنت فيمشي هنا فيعمل لك خطوط حوالين البرايمري. الايرون كور وظيفتها ان هي بتاخد الخطوط دي تنقلها تروح للسكندري، فلما تلطش في السكندري يعمل لك كارنت. تعال نشوف. The passage of the primary coil current to the secondary coil through the iron core. لا طبعا، هل الكرنت اللي في البرايمر هو اللي بيروح للسكندري ولا الخطوط بتاعه المagnetic فلكس؟ الخطوط. connecting the primary، لا بص انت اصلا لو وصلت البرايمري لدي سي كده مش هيبقى فيه تشينج، فاصلا ما فيش خطوط هتروح للسكندري اساسا بقى. the presence of a variable magnetic field، ايوه فعلا في تشينج في المagnetic فلكس في الايرون كور اللي هو بيروح من البرايمري لحد السكندري، دي صح. كل ده عادي مفيش اي حاجه. هنا بيقول لك ان الواير الواحد بيبروديوس 0.3 فولت، عايز يعرف التوتال اي ام اف. ليه؟ عشان انت عندك اتنين، عندك A وعندك B، ده نفس اللي انا شرحته. فاكر سؤال 3؟ وقف بقى الفيديو حل السؤال ده لوحدك. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك when the two wire move in one direction، يعني مثلا احرك دي كده واحرك ده كده. طيب انا دي كده ايه؟ فالكرنت لفوق، فدي كده ايه برضو في الكرنت لفوق. كده بقى بلس ولا ماينس؟ محدش يقول لي بلس، لا انا مش بقارنهم ببعض. كمل الكرنت شوف هيدخلوا في بعض ولا عكس بعض. اهو كملت لقيتهم دخلوا في ايه؟ دخلوا في بعض، يبقى بلس ولا ماينس؟ ماينس. يعني 0.3 ماينس 0.3 يديك 0. كده اظن الجزء بتاع الستريت واير بقى لما يجي لك 2 دي خلاص عرفنا هنتعامل فيه ازاي. نفس الدايركشن بلس، عكس بعض ماينس. تمام. هنا the opposite figure represents a solenoid has meter penetrated by a magnetic field of 0.1 Weber as shown in the figure. If the field reversed by its value within 0.1 second an induced EMF is produced، its value بكام؟ بيتكلم على induced، ده اكيد الجزء بتاع فاراداي. يبقى ال EMF بتساوي ال N، فين ال N؟ ب 100 تبلاي دلتا فاي على دلتا تي. الدلتا فاي خد بالك بنتريتد باي 0.1 ويبر، دي كده الدلتا فاي الاولانيه. خد بالك واخد بالك انا بفكر ازاي؟ انا قريت ان في دلتا فاي بس بدور على الثانيه. بيقول ان هي ايه بقى؟ الفيلد ريفرسد. يعني ايه ريفرسد؟ يعني لو دي ب 0.1 ويبر ف2 بنيجاتيف 0.1 ويبر، انت عكست ريفرسد. تمام. فيبقى كده 0.1 ماينس نيجاتيف 0.1 ماينس وماينس يبقى بلس على التايم اللي هو 0.1 بالمنظر ده كده. تطلع 200 ايه؟ 200 فولت. ممكن الصراحه دي نمشيها من الاسئله الصعبه، عشان كلمه ريفرسد ان انت بتعكس بدل ما دي 0.1 تبقى نيجاتيف 0.1. يعني كده لفت كام؟ لفت 180. طب مستر ليه ما اقولش اللي تشينج في الساين؟
لان هو اصلا مديك الفلكس، فبالتالي انت مش هتفكها بي اي ساين ثيتا لانك ولا معاك البي ولا معاك الاي، فاهم؟ فانت لازم تشتغل بالفلكس نفسها. فلما اقول لك ريفرسد يعني دي 0.1 تبقى نيجاتيف 0.1. هنا عايز الريشيو بين الاي ام اف افريج ديورنج من تي 1 لتي 2 ومن تي 1 لتي 4. طيب يا جماعه هي مش اي اي ام اف افريج القانون بتاعها 2 على باي في اي ام اف ماكسيمم في 90 كوزاين سيتا 2 ناقص كوزاين سيتا 1 على سيتا 2 ناقص سيتا 1. قلت لك اي اي ام اف افريج بنحسبها من القانون ده. طيب هو عايز ريشيو صح؟ فالاثنين على باي تروح مع الاي ام اف ماكسيمم تروح مع ال 90. يبقى هنحسب دي بتاعت الاولانيه ونحسب دي بتاعت الثانيه ونقسمهم على بعض. يلا نبدا بالاولانيه اللي هي من تي 1 لتي 2. يلا انا كنت بجيب سيتا 1 ازاي؟ لازم اعرف انا بادئ من البارالل ولا بادئ من البيربنديكولار. بص على سيتا 1، بص اسف على تي 1. تي 1 ده هنا اهو، يبقى انا كده بادئ من ايه؟ بادئ من الماكسيمم، يعني سيتا 1 ب 90. تمام. فين تي 2؟ تي 2 اهو. كده انت لفيت قد ايه؟ لفيت ربع لفه. ربع لفه يعني 90 ديجري. يبقى سيتا 2 هل اخدها ب 90 واسكت ولا ازود عليها القديمه اللي هي سيتا 1؟ ازود عليها القديمه يبقى سيتا 2 ب 180 بس. يبقى تاني يا جماعه لما يجيب لك جراف بالمنظر ده كده ويبقى عايزك تعرف سيتا 1 وسيتا 2، دايما بص على اول حاجه اللي هو تي 1 اهو. كده انا بادئ منين؟ بادئ من الماكسيمم. يبقى هو كانه بيقول لك انا لفيت ربع لفه وانا بادئ من الماكسيمم بوزيشن. الماكسيمم بوزيشن يبقى سيتا 1 ب 90. ربع لفه لفيت 90 بس بزود عليها القديمه تبقى 180. يلا نحسب. كوزاين 180 ناقص كوزاين 90 على 180 ناقص 90 دي تديك كام؟ وانا على 9. طبعا طلعت لي نيجاتيف، مالكش دعوه بالنيجاتيف. ماشي تعالى بقى نروح نعملها تاني لو انت مش فاهم. اهي هنا من كام؟ من تي 1 لتي 4. يلا انا محتاج اعرف انا بادئ منين عشان هي دي سيتا 1. لو انا بادئ من الماكسيم سيتا 1 ب 90، لو بادئ من الزيرو بوزيشن يبقى سيتا 1 بزيرو. تي 1 فين؟ اهو تي 1 ده عند الماكسيمم يبقى سيتا 1 دي ب 90. طيب بعد كده عايز اعرف انا لفيت قد ايه. شوف من تي 1 لتي 4 ده قد ايه؟ من تي 1 لتي 4 ده 3 اوفر 4 سايكل صح؟ يبقى انا لفيت 3 على 4 لفه، يعني هتعمل 3 على 4 في 360 ده يديك 270. يعني 270 هتزود عليها القديمه اللي هي 90 دي تديك 360. يلا نحسب. كوزاين 360 ناقص كوزاين 90 على 360 ناقص 90 ده يديك كام؟ واحد على 270. ماشي. هو عايز ريشيو ما بينهم، يبقى هقسم 1 على 90 ديفايدد 1 على 270 يديك 3. مستر طبعا انت هتقولي السؤال ده صعب. صلي بقى على النبي. طبعا السؤال ده هو تقيل، بس انا قبل الامتحان بيوم بعت لك سؤال زي ده بالظبط كان في المعاصر، وبعت لك ريكورد 3 دقايق شرحت لك بالظبط انت هتعمل ايه. شرحت لك ازاي تجيب تي 1، ازاي تجيب تي 2، ازاي تعمل ريشيو بينهم، شرحت لك كل حاجه بالظبط. فبالتالي السؤال ده عشان انا بعته على الجروب قبل الامتحان بيوم مالكش حق انك لما تروح الامتحان تغلط فيه. انا منبهك وقلت ان هو جاي، ف للاسف مش عارف احسبه لك. هنا عايز البرودكت بتاع اكس وواي. هي ناقصه هزار يا جماعه. يا جماعه يعني عايز البرودكت ريسيستيفيتي في كوندكتيفيتي. هو ريسيستيفيتي في كوندكتيفيتي يديك كام يا جماعه؟ ما يديني 1 يا جماعه، احنا عارفينها يا جماعه. عشان عارف ان الريسيستيفيتي بتساوي 1 على كوندكتيفيتي، فلما اعمل ريسيستيفيتي في كوندكتيفيتي كروس مالتيبليكيشن يديني 1. احنا حافظينها اصلا، اي ريسيستيفيتي في كوندكتيفيتي بتديني 1. فانا مش عارف صراحه بجد الناس اللي غلطت في دي غلطت في دي ازاي يعني. هنا the opposite electric circuit contains two identical resistors each of resistance R. تمام. and a rheostat S of wire resistance R. ماشي. then the reading of the voltmeter لما احرك سلايدر ناحيه C. طيب هي اصلا الكرنت بيطلع كده 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 يتقسم. ركز بقى هنا، لما بيدخل هنا بيجي كده 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 ويطلع في السلايدر صح؟ طب لو انت قلت لي ان السلايدر ده
مكانه بقى هنا. يعني انا بروح كده 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 واطلع في السلايدر، يعني اكني لغيت دي خالص. صح ولا انا غلطان؟ صح. تمام. كده الار ايكوفالنت زادت ولا قلت؟ كده الار فاريبل، يعني اكن دي ار فاريبل قلت، فالار ايكوفالنت تقل، فالاي توتال تزيد. هنا الار فاريبل دي بقى متوصله سيريس مع البطاريه ولا بارلل؟ بارلل، يبقى في حرفين جداد هيدخلوا معايا، الاي في والاي سي، متدربين دي عليها قوي في المعسكر. تمام. الاي في ده اللي بيدخل للبرانش ده. هنا كان عندي ار وار، بقى ار واحده بس، يبقى اكيد الاي اللي داخله لها ادام الار فاريبل قلت يبقى الاي فاريبل تزيد. ومتفقين اللي يزيد في ناحيه يقل في الناحيه الثانيه، شرحناها في المعسكر بالظبط. يلا قرايه الفولتميتر ده هيبقى اي فاريبل في الار دي، الار دي ما جتش ناحيتها، الاي فاريبل زاد يبقى الفي ده يزيد. حد عنده اي مشكله؟ تمام. حد يجي يقول لي مستر معلش انا عندي سؤال، اسال. هو مش هنا الار بي زيرو؟ يعني الفي بي كلها هتطلع تتوزع بره. ماشي، يعني ده كده المفروض يبقى في بي، ولما احط هنا فولتميتر يقرا هو كمان في بي. صح. طب ليه ما قلتش يا مستر ريمين كونستنت؟ لا، واحده واحده. هل هي كانت في الاول في بي؟ لما انا كان عندي في البرانش ده ار وار ثانيه، دول على بعض ياخدوا في بي، فدي تاخد جزء من الفي بي ودي جزء من الفي بي. لما دي اتشالت اصبحت دي كلها الفي بي كلها، يبقى دي زادت ولا قلت؟ زادت. زادت هتفضل قرايتها في بي عادي، مفيش مشكله. مقالي تعالى بقى 45. بصوا يا جماعه، in the electric circuit the potential difference across the resistance R is كام؟ potential difference بكام؟ يعني لو حطيت هنا كده فولتميتر يقرا كام؟ صلوا بقى على النبي. هل انا ينفع اعمل 2 في ار؟ هيديني الفي بس هل انت معاك الار؟ مش معاك. تمام. هعمل اي في 60 اي في 6 اسف، هل معاك الاي؟ مش معاك. تمام. هل هتعرف تجيب التوتال؟ مش هتعرف، لان الاي توتال في بي على ار ايكويفالنت، مش هتعرف تجيب الار ايكويفالنت اصلا عشان عندك ار انون. تمام. هعمل ايه بقى؟ مش عارف. يعني عايز بقى الناس توقف كده تحاول تجيب اخرها في السؤال ده. عايز اعرف هل نقدر نحل المساله دي يا جماعه؟ هل نقدر نحل المساله دي؟ هنعمل ايه بقى؟ طيب انا لما فكرت لقيت ان هي كده كده مستحيل تتحل، مستحيل تتحل اومز لو. مش عارف ليه البتاع ده بيتزحلق. ماشي، مستحيل تتحل اومز لو، واظن كلنا متفقين على الكلام ده. تمام. فهعمل ايه بقى؟ حد يفكر كده؟ صلي على النبي. الكرنت اللي جاي من هنا مبدئيا ادام انت جيت فكرت في اوم لقيت ان هي مش هتتحل باوم، يبقى دايما روح كرشف. تمام. يبقى الكرنت اللي جاي من هنا ينفع اقول ان هو 2 بلس اي؟ ماشي، لان هنا راح 2 وهنا راح اي، يبقى كده 2 بلس اي. تمام. لو خدت دي لوب، بص هبدا من هنا وهلف كده، عندك كم انون في اللوب دي؟ الاجابه انون واحد بس اللي هو الاي. تعال نجيبه. هبدا من النقطه دي، طبعا الار دي صغيره اشيلها واحطها مع الثلاثه دي تبقى 4. ماشي. اول حاجه خبطت فيها نيجاتيف البطاريه، يبقى نيجاتيف 48. كمل 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 اهو. ريزيستنس ما بتتكتبش من غير صاحبها، يعني بلس 2 بلس اي مضروبه في 4. كمل 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 6 مش بتتكتب من غير صاحبها، يبقى بلس 6 في اي. كمل 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 كمل، وصلت للنقطه يبقى ايكوال 0. كده شفت سولف. تعرف تطلع الاي بكام؟ تعال نطلعها. تطلع الاي ب 4 امبير. كده المساله خلصت. ليه؟ انك خلاص بقى امسح بقى كل ده، كده دور كيرشوف خلص. يبقى كيرشوف هو بيحل لك المسائل اللي بتبقى صعبه بالمنظر ده. انا قعدت افكر في لوب يكون فيها انون واحد، فلما اشتغلت هنا 2 انون ده وده، اشتغلت كده
2 انون ال2 بلس اي والار. اشتغلت هنا انون واحد بس اللي هو الاي، تمام. جبت الاي ب4 كده الموضوع خلص، لانك لو عملت 4 في 6 اللي هو 24 فولت، ما دام ده 24 يبقى دي برضو تاخد كام؟ تاخد 24 فولت. يبقى الفي بتاع الار هو عباره عن 4 في 6 اللي هو 24 كام؟ 24 فولت. ها تمام. ده كده السؤال الاول في المقالي. تعالى السؤال الثاني، كده كده جايب الاثنين كيرشوف اصلا. تعالى السؤال الاول الثاني في 46 بقى. In the opposite electric circuit the value of R that makes the ammeter reading equal 0. طيب واحده واحده. هنا I2 هنا 1.5 هيطلع هنا I1. ماشي؟ ماشي. عند النقطة دي هتلاقي I1 داخل للنقطة وI2 داخل للنقطة، بتطلع كام؟ بتطلع 1.5. حلو قوي الكلام ده. هو قال لك أنا عايز الأميتر ده يبقى بزيرو، يعني عايز الأي دي بكام؟ بزيرو. اعمل كده هنا كي سي ال I1 بلس I2 equal 1.5 أمبير. هو عايز قراية الأميتر بزيرو، يعني عايز ده يبقى بزيرو، وفي الآخر هيديك إن I2 بكام؟ 1.5 أمبير. يعني دي كده 1.5 أمبير. ماشي. كده بقى لو خدت دي لوب تعرف تجيب قيمه الار اللي هو عايزها؟ هتلاقي الار الوحيد هو اللي قانون عندك. يبقى بمنتهى البساطه هنعمل اللوب، يبقى الامتحان خلص. هنبدا من النقطه دي كده. اول حاجه خبطت فيها بوزيتيف البطاريه. بس اقول لك حاجه، بص بقى خد بالك عشان دي بجد الحاجات اللي تفرق. انا لو اتحركت كده هبقى عكس الاي ده، فهبقى بالنيجاتيف، وهبقى عكس دي هنا هبقى بالنيجاتيف، وهبقى عكس دي هنا هبقى بالنيجاتيف. طب ما الاحسن انك تلف كده، صح؟ يلا. اول حاجه خبطت فيها الار، يبقى ار في اي 2، وانا جايب الاي 2 بكام؟ ب 1.5. كمل 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 كمل. عندك 10 اوم يبقى بلس 10 في 1.5. كمل 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 يبقى بلس 8 في 1.5. كمل كمل كمل. خبطت في نيجاتيف البطاريه اللي هو نيجاتيف 30 ايكوال 0. شيفت سولف تعرف تطلع الار بكام؟ تطلع الار ب 2 ايه؟ ب 2 اوم. عندك ده ماشي تغلط فيه عادي درجتين. يبقى كده انا بالنسبه لي الدرجه الكويسه في الامتحان ده هو ايه؟ عندك 5 اسئله بدرجه، وعندك السؤال ده بدرجتين، يعني المفروض تجيب كام؟ 53 من 60. لو 53 من 60 كده انت ما فكرتش في ولا سؤال صعب. يا نهار ابيض. 53 من 60 يا مستر، يبقى انا ما فكرتش في ولا سؤال صعب؟ ما فكرتش في ولا سؤال صعب. 53 من 60 يبقى انت كده حليت المستوى العادي اللي احنا متعودين عليه. الناس بقى اللي جايبه لي 29 والناس اللي جايبه لي 20 و30 والحاجات دي كلها، يا جماعه دي ناس كويسه عادي، انا ما عنديش اي مشكله معاكم والله. بالعكس انت بتحاول والدنيا جميله. بس هي كل الفكره فين؟ ان انت لازم ما تاخدش ان الفيزياء يعني الفيزياء مش اللي هو هيجي لك امتحان تعويض مباشر. ما هو طبيعي الامتحان يبقى فيه فكره. احنا لينا ما احنا صوتنا في المعسكر 9 حصص. خد بالك اللي تشينج بي 2 ماينس بي 1، خد بالك اثبات التورك ان هو فورس اوف ديستانس. كل الحاجات بتاعت المعسكر هي اللي هتجي لك اخر السنه. خلاص. فده كده كان الريفيجن، قلت لك ريفرش على معلومات شابتر 1 و 2 و 3. ارجع حل الامتحان تاني لوحدك عشان تتاكد الدنيا تمام. وانت اظن سؤال بسؤال كنت بتحل معايا يعني. ان شاء الله الدنيا تبقى جميله بالنسبه لك. شكرا ليكم. ده كده كان حل الامتحان. هنركز دلوقتي كويس قوي في المودرن. احنا خلاص خلصنا 5 وداخلين على 6 تقريبا. وانت بتشوف الحصه دي انت اظن هتبقى خلاص تقريبا خدت حصه 6 وخلصتها ان شاء الله يعني. فالدنيا ان شاء الله تبقى جميله. استنى ان شاء الله التاسك الجديد، هيكون في تاسك جديد هبلغك بيه برده على الايه كل حصه بميعاد. اقول لك التاسك بتاعنا مش عارف هنحل الشيت ده او ال 20 سؤال شابتر 1 او مش عارف شابتر 2 وهكذا. خلاص. فكل اسبوع في تاسك مع المودرن. خلاص. ده كده كان التاسك ان انا بريفرش اول 3 شباتر. شكرا ليك يا صاحبي. ركز كويس قوي، قربنا نخلص المنهج، واستنى تفاصيل الفاينل ريفيجن عشان احنا عاملين فاينل ريفيجن. والله انا طبعا مش بتكلم على باقي المدرسين، بتكلم عليا انا، بتكلم على شغلنا. والله ما عملتهاش في السنين اللي فاتت كلها. خلاص. عاملين فاينل ريفيجن قويه جدا.
هنحل كميه اسئله كبيره جدا، هنحل امتحانات كتير جدا. استنوا خطه الفاينل ريفيجن ان شاء الله عشان نلم الدنيا. شكرا ليكم. ما تنساش ان انت تشترك في القناه، تفعل زر الجرس ليه عشان اول لما ينزل لك فيديو جديد زي فيديو مراجعه او فيديو حل تبقى الدنيا بالنسبه لك تمام وتقدر تشوفه ما يفوتكش. خلاص شكرا ليكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.